ده هو رين، ساحر من فئة مروض الوحوش وواحد من أفراد فرقة البطل، وتم طرده منها بسبب إنه ضعيف ودايما بيكون عائق أمام فرقة البطل، وكل اللي بيقدر عليه إنه يشيل لهم الأغراض والمعدات، وكان فاكر إن أفراد الفرقة بيعاملوه وحش بسبب إنهم متوقعين منه حاجة كبيرة، لغاية لما إليوس بيقول له أنت مطرود، والكل بيرفض يساعده وبيتنمروا عليه، وخصوصا لين اللي من الواضح إنها ما بتحبهوش، وبتقول له أنت دايما بتأخر تقدمنا. من الآخر كده وجوده زي عدمه. بيطلب إليوس من رين يسيب كل المعدات لأنهم هم اللي مجمعينها. رين مش مستوعب اللي بيحصل ومصدوم إن كل الوقت ده فرقته بتفكر فيه بالطريقه دي. بيقعد رين يفتكر اللحظات اللي كانوا بيسخروا منه فيها ويكون مش عارف يروح يعمل ايه بعد ما بقى من غير مال ولا معدات، لغايه ما بيجوا له شويه الاطفال دول واللي بيقولوا له احنا عايزين نبقى زيك، عشان كده هنبقى مغامرين ونجمع ثروه وشهره كبيره. رين بيقول في باله كويس والله، ثروه وشهره، ما تيجي نجرب البتاع ده، كده كده خربانه، كان مالي يا عم ومال ملك الشياطين. بيروح النقابه بيسال موظفه الاستقبال وبيقول لها هو البتاع المغامر ده بيعمل ايه؟ عرفين يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ بتشرح له كل حاجه بالتفصيل وان بيتم تصنيف المغامرين حسب قوتهم الى اخره، وفي الاخير في اختبار لازم يجتازه عشان يتم قبوله في النقابه. بتقول له كده مش ناقصك حاجه؟ بيقول لها لا كده تمام. بتقول له امال فئتك ايه بقى؟ بيقول لها مروض وحوش. بتقول له ايه؟ بيقول لها مروض وحوش. بتقول له انت متاكد انك هتبقى كويس لوحدك؟ بيقول لها لا ما تقلقيش، اي نعم انا لسه مطرود من فرقه البطل بس مستوره والحمد لله. هو يا عم حد قال لك انك بتشحت؟ وطبعا وشها بيسود من الكلام وبتقول له ربنا معاك يا ابني، ربنا يستر. بيبقى مطلوب منه ان يجمع 20 نوع من الاعشاب الطبيه وقتل 10 من الغبلين، وبيكون الاختبار ده الحد الادنى للقبول في النقابه. بيقدر يلاقي الغبلين والاعشاب بواسطه عقد مؤقت عمله مع السنجاب، وبكده حقق كل الشروط للقبول في النقابه. يا اسطى 5 عليك، ما انت جامد فشخ اهو، ايه الحكايه بقى؟ بيجهز رين نفسه وماشي لا حد بيصوت، بيجري عشان ينقذه الا والذي لا ده في وشه. بيقول في باله ده انا اعمل معاه ايه ده بيقدر يقتل حتى المغامرين المخضرمين، بس البنت عسل خسرت موت. يلا بقى، ما هو يوم اسود اصلا من الاول. بيتكسر سلاح رين وبيقع على الارض، ما انت عارف ان ده هيحصل من الاول، بتروح له ليه؟ بيقول على العموم كده احسن، على الاقل هقدر اوفر وقت عشان البنت تهرب. بيقول رين في باله انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا معايا سلاح ولا في حيوان اروضه، امال يا اسطى اللي قدامك ده ايه؟ افتح عينك بس انت كويس. بيبص رين فوق لقى البنت راكبه صاروخ جو ارض ونزلت على ظهر الوحش قسمته 2. مش كنت متمسكنه من شويه؟ صنف البنات كله مش سهل ابدا والله. بتقول ايه؟ في بنات تسمع الفيديو؟ تبقوا ترحموا عليها يا شباب. وبنعرف انها من الانواع الاقوى الموجوده في العالم ده، وبينقسموا الى شعب التنانين وشعب الجنيات وشعب الملوك، ولكن بيعتبر شعب ارواح القطط الاكثر ندره، وهي اللي بتنتمي ليهم صاحبتنا دي. بيغمى عليها ورين بيلحقها قبل ما تقع على الارض، بتتكلم بصوت مش مسموع. رين بيقول لها ايه؟ بتقول له عاوزه اكل بس كده، ما كانش لها لازمه كل الدراما دي يعني، الواد طيوب وهيعملي كل اللي انت عاوزاه. وبتقول له صحيح انا اسمي كنادي. بيقول لها بتعملي هنا ايه؟ انتوا النادر اول ما بتظهروا. بتقول له مليت من القعده في الجبال وقررت اسافر وقابلتك في النهايه يعني، قول لي انت بقى بتعمل هنا ايه؟ قال لها رين على كل حاجه حصلت معاه وسبب انه جه الغابه دي. بتكون كنادي زعلانه قوي على رين بسبب طرد إليوس ليه، وده اللي بيخلي رين سعيد وبيشكرها. بتقول له على فكره انت مش ضعيف وكمان تقدر تروضني. رين مش مصدق وبيقول لو حصل فعلا ده مش هيحصل حاجه تاني زي دي، فيا ترى ايه اللي حصل معاه وهو صغير؟ وهل فعلا رين بيمتلك قوه نادره؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بيقول لها رين تعالي نجرب، وبالفعل بيبدا رين بعمل التعويذه وبيتم اكتمال العقد بذكر اسم كل من رين وكنادي، وكده كنادي اتدبست مع رين. بيحس رين ان كنادي كانت تعويض ليه عن التجربه الفاشله مع فرقه البطل. بعد انجاز الاختبار المكلف برين تم قبوله في النقابه كمغامر من المستوى اف. بتديله موظفه الاستقبال المكافاه بتاعته وبتقول له انا عارفه انهم مش كتير بس ده بيعتمد عليك انت وشطارتك بقى، وكل ما بتزيد رتبتك المكافاه بتزيد، شد حيلك بقى، انا متفائله لك خير ومتاكده ان مستواك هيزيد بسرعه. بيقول رين في باله عشان ازود مستواي عاوز معدات وده بيتطلب فلوس، ونظرا ان الفلوس اللي معاه مش هتكفي هيضطر انه يقبل المهمات باسرع وقت. بتقول له كنادي ايه يا اسطى بقيت مغامر اخيرا؟ بيقول لها ايوه بس بفكر اقبل المهمات، ايه الدنيا معاك موافقه؟ بتقول له يلا بينا. عشان يجي الشخص ده ويقول ايه اللي انا شايفه ده؟ روح قطه، ده من نادر قوي ان حد يشوفه. بيقول رين ايه يا عم مش مالي عينك ولا ايه؟ وهو تقريبا اصلا ما شافكش يا رين. بيقول لها ما تيجي يا عسل نشرب حاجه وسيبك من الاهبل ده. بتغضب كنادي لما بيستهزئ برين وبتقول له انه يبطل. بيرد رين وبيقول له انه مروض وحوش وبالفعل قدر انه يروض. اخيرا سمع لك صوت يا عم رين. بيضحك عليه وبيقول له انت مجنون يا ابني، ارواح القطط من الفصائل اللي ما بتتروضش، وبعدين ازاي واحد زيك قدر يروض روح قطه؟ بتقول له كنادي ان رين مروض وحوش ماهر
وكمان اقوى منك. بيقول له ما تيجي يا عم التافه توريني مين الاقوى بينا، واللي هيكسب منهم هياخد كندي. رين بيكون متردد ولكن حياة كندي على المحك فبيضطر يوافق. بيقول رين في سره يا رب تستر وتحصل معجزة، على العموم انا هعمل كل اللي اقدر عليه. في لمح البصر رين بيخسر حرفيا الترابيزة بدراعه. رين نفسه مصدوم ازاي ده حصل. بتقول له كندي انت متعرفش ولا ايه، بمجرد اتمام العقد انت بقيت قادر تستعمل قوتي، وبالتالي رين حاليا بمثل قوة أرواح القطط. بتيجي موظفة الاستقبال وبتكمل عليه وبتعتذر لرين. بتتحول شخصيتها وبتقول عاوز أعرف إزاي انتهى بيك المطاف في ترويض فصيلة لا تروض. كلام بيحمل في طياته أسئلة كتير. هل فعلا حقيقة إن هما بيتروضوه صحيحة أم رين بيمتلك قوة نادرة بتمكنه من ده؟ بتقول له على العموم بما إنك لقيت شريك بالقوة دي فأنا متوقعة منك حاجات عظيمة، وبتسحب أخينا ده ولا أكنه كيس زبالة، وربنا بدأت أخاف منك. بياخد رين اول مهمه ليه وبتكون كندي زعلانه لانها مهمه سهله، وبتقول له مش انت مغامر يا ابني، مش المفروض انك تدور مثلا عن سيوف اسطوريه وتنقذ اميرات الحاجات دي يعني. بيقول لها بحكم مستوايا ده المتاح ليا حاليا، واهو حتى بنكتسب الخبره. بعد ما خلص رين مهمته ورايح عشان يسلم الاعشاب اللي جمعها، كندي بتقول له انا سامع حد بيطلب النجده. بيقول لها رين تعال نشوف في ايه، وبيكون شويه المعتيه دولت عاوزين ياخدوا بضاعه التاجر ده. بيقولوا له امنا جده شويه المغامرين اللي جايبهم هربوا اول ما عرفوا اننا ايفن فانجر، المرة الجاية بقى زود قرشين وجيب مغامرين ملو هدومهم شوية، ده لو بقى في مرة تانية يعني. واللي ما يعرفش مين هما ايفن فانجر دول منظمة خطيرة بتضم اكتر من 100 مجرم خارج عن القانون. رين بيقول لها احنا لازم ننقذه، بيطلب منها انها تحمل عجوزه وهو هيتكفل بالباقي. رين بيهجم عليهم واحد تلو الاخر. مش ده رين اللي نعرفه، الواد اتغير 180 درجة. بتكون كندي خايفة ان القوة تسيطر على رين، بتكون السبب في تدميره، بس كل ده بيتبدد لما بتشوف قد ايه هو قوي وقادر انه يهزمهم كلهم من غير حتى هي ما تتدخل. كندي بتعجب برين وشكلها واعد في حبه. رين بيقول لها ايه الاخبار، بتقول له جده زي الفل وصحته بوم ما تقلقش. بيشكرهم الراجل عجوز، ورين بيقول له مش المفروض يكون معاك حراسه بما انك تاجر يعني. بيقول له كنت معين شويه محاربين بس طلعوا قلات قيمه بعيد عنك، اول ما عرفوا انهم من منظمه فينجر هربوا، والافضل انك تهرب انت كمان عشان هم حرفيا قتلوا كل اللي تحداهم. هم خطيرين قوي كده، طب يلا بينا. كندي بتقول على فين، بيقول لها نخلص عليهم طبعا. الواد من ساعه ما عمل العقد مع كندي وقلبه بقى جامد. بتقول له يا ابني انت مجنون، انت بتتكلم عن اكتر من 100 شخص واحنا 2 بس. بيقول لها ما انا عندي خطه، وانه هيستعين بمجموعه من الحشرات السامه اللي لدغتها بتشل الشخص اكتر من 12 ساعه. بتقول له دي حشره وانت قدرت ازاي تروضها؟ بيقول لها سمحت عن مروض الحشرات، دي بتكون فيها فرعيه من مروض الوحوش اتدرب عليها رين زمان. بيطلب منها تروح المدينه تجيب التعزيزات عشان هيكون من الصعب انه يمسكهم كلهم. احب بقى اصدمك واقول لك ان مجموعه المغامرين اللي هربت كانت فرقه البطل. شفت بقى وصل بيهم الحل فين؟ من غيرك يا ابني مالهمش اي لازمه. لين بتقول لها ها حد جه ورانا؟ هيجي وراكم فين؟ دول متقومين دلوقتي. بتقول لها كويس عرفنا نهرب، كنت مفكرها نعرف نطلع بقرشين من ورا العجوز ده ونرجع الغابه الضائعه، فكرتها مهمه سهله. انا مش مصدقه اني هربت من شويه الحساله دول، كان المفروض ناخد اريوس معانا بس هو مش فاضي الا للملكيين بس. وفوق كل ده انت يا عم انت مش عارف حتى توفر لي وقت عشان اعرف اعمل التعويذه السحريه يا ثوجريك. كمان بترمي اللوم على الواد الغلبان، شكلها عقده فيهم ولا ايه؟ القاء اللوم على الاخرين في ظل وجود فيهم كل العبر. بتكمل كلامه بتقول مش كفايه بقى ان واحد اهبل كريم هو اللي بيحاربهم دلوقتي؟ بيقول لها معرفش مين رين ده. بتقول له انت يا ابن عبيط ولا ايه؟ انت مفكر سنجاب واحد هيكفي مراقبة كل المنطقة دي؟ مش عارف تجيب 10 ولا 20؟ ولا انت بتقولي ايه؟ ده مستحيل، ده اغلب الاشخاص ما بيعرفوش يسيطروا على 2 مع بعض. مروض الوحوش بيروض كل وحش على حده، ولو حد عمل كده في الغالب هيموت. لا بقى كده الظاهر ان رين بيمتلك فعلا قوة فريدة. احنا بنشوفه بيقدر بكل اريحية انه يروض 10 ولا 20 واكنهم ولا حاجة. بيقول لهم انتوا بتطلبوا حاجات مجنونة وانتوا اصلا ما تعرفوش حاجة. بتقول في بالها ايه ده؟ ازاي رين بيروض كل الحيوانات دي في وقت واحد؟ هل فعلا رين مميز؟ لا انا عرفت من الواضح يلا انك بتكذب، وبتقرر انها تشيله وفشل المجموعة. الواد ما قداموش حل غير انه يوافق، والا هيبقى لحم مشوي على الفحم. بتقول في بالها مستحيل رين يكون مميز، ده شخص فاشل. في الوقت ده بيكون رين قضى تقريبا على منظمة فينجر. تعالي شوفي بقى الشخص الفاشل ده عمل ايه، دمر منظمة كاملة لوحده. ايه يا ابني العظمة دي؟ في الوقت ده بتيجي كندي ومعاها المغامرين، بيشكروا المغامرين على انه انهى شر المنظمة دي، وبيشكر رين كندي عشان هي جابتهم بسرعة. بس الحكاية بتخلص على كده؟ لا والله، بيظلهم ملك السحالي. رين بيقول مستحيل، بيعمل ده ايه هنا؟ ده وحش من المستوى سي. احد اعضاء المنظمه بيقول له احنا جايبينهم عشان لو حصل حاجه زي دي. البس بقى يا معلم. الوحش انطلق فيهم ولا بيفرق بين عدو ولا حبيب. بيقول رين انا لازم اعمل حاجه. رين بالتزامن مع كندي بيشن هجوم مشترك. الناس بتقول مستحيل، هو هيهزم ملك السحالي ولا ايه؟ رين بيقول لهم انهم يمشوا من هنا وهو هيتعامل مع
على الباقي. انت مستنيك حاجات عظيمة يا ابني والله. رين بيهزمهم واحد تلو الاخر. بعد فترة المغامرين بيقولوا احنا هنا من زمان، يا ترى هو كويس ولا ايه؟ بيجيلهم رين بعد ما خلص عليهم الكل مبسوط وبيهتفوا لرين. بيقول رين في باله ده هو فعلا انا. بعد طردي من فريق البطل عشان كنت من غير فايدة، قابلت كنادي عشان بعدها تتغير حياتي. بحس بانها طول ما هي جنبي انا اقدر اعمل اي حاجة. بيشكرها رين على انها السبب في تغيير حياته. بيتم استدعاء رين للنقابة بعد الإنجاز اللي عمله، وبيتم ترقيته إلى الرتبة إيه، وبقى من السهل يشتري المعدات اللي محتاجها بعد ما أخذ المكافأة، وطبعا روق على نفسه. وأخيرا هيسكن في بيت بعد ما كان بيخيم في الغابة، ولكن بتكون كل الغرف محجوزة وما فيش إلا غرفة واحدة، وصاحبة البيت بيتدبس رين فيها هو وكندي، واللي بيخلي رين إنه يقول إنه هيبات بره. كندي بتقول له بعد ما دفعت إيجار أسبوع هتنام بره. بيقول لها ما أنا ما بعرفش أنام في غرفة فيها بنت. بتقول له أنا مش شايفة فيها مانع يعني. بيقول لها رين ما ينفعش تثقي في أي حد، وبعدين إحنا بنعرف بعض. بتقول له الفكره اني مش بثق في اي حد، انما انت اللي مختلف ودايما بتعاملني كويس، عشان كده مش هينفع اخليك تنام بره. بيستسلم رين لعنتها وبيوافق. كندي بتبص على رين وهو في سبع نوم، اللي كان من شويه ما بيعرفش ينام في اوضه فيها بنت. بتقول ان رين شخص طيب، وحتى بين الانواع الاقوى نوعي الاندر، وده اللي خلى كتير من الصيادين يحاولوا يمسكوها، وان الكل بيحاول يتقرب منها عشان الشهره والمال. لكن رين مختلف، انقذها بنيه طيبه، وكمان بيتعامل معاها زي اي بنت عاديه، وده اللي بيخليها سعيده ان حد شايفها كشخص مش كأداة هيوصل بها للي عاوزه. وده سبب ثقة كندي برين، واللي بتحاول تساعده عشان ينسى اللي عملوه معاه فرقة البطل. الدنيا بتمشي معاهم تمام خالص، لغاية ما بتقول لموظفة الاستقبال ان في شخص بيحارب اي حد بيعبر من على جسر الخطوات السريعة، وده جسر بيربط بين القارة الوسطى والقارة الجنوبية. والعجيب بقى انه ما بيقتلش اي حد، بس بيمنع اي حد يعدي، لان ده الطريق الوحيد. فايه رأيك يا رين؟ رين بيقول لها حتى انا برتبتي دي مؤهل للمهمه دي. بتقول له ان دي مهمه مفتوحه لاي حد قادر انه يهزم الشخص الغامض ده، وكمان المكافاه كبيره. يبسط عم رين، وطبعا عشان رين مفلس بيقبل على طول. رين بيفكر ليه كل ما يسال حد من المهزومين بيرفض يقول له اي معلومه عنه، وده بيوتر رين انه هيحارب شخص مجهول. كندي بتقول لرين الحق ده في تنين فوقنا يابا. بيتصدم رين لما بيشوفه، والصدمه الاكبر بقى ان ده من احد الانواع النادره، وهو في هيئه التنين اللي بيتحول للبنت دي. رين بيبص ويقول اتغفلنا يا صاحبي، التنين طلع بنت. وبيقول لها انت كلب الحراسه اللي بيعوز فسادا على الجسر ده. بتقول له ان اسمها تانية، واحد الانواع الاقوى شبيهه التنين، وبتستخدم الجسر ده للتدريب. رين بيقول تدريب؟ كانت بتقول له ما ده القانون الشائع بين اشباه التنانين. بعد ما بيكملوا 15 سنه بيروحوا في رحله عشان يزودوا قوتهم. بتقول لهم تانية بالظبط كده، كنت بدور عن حد قوي اواجهه، مغامر درجه اولى وروح قطه، مش هلاقي خصوم احسن من كده عشان ازود قوتي. ما تقولش عاملهم فيران تجارب. ايه رايكم بمعركه 2 على 1 ومش همشي من على الجسر ده لغايه ما تواجهوني. دي شكلها واثقه من نفسها قوي. كندي بتقول لرين ما تقلقش انا من الانواع النادره برضه، وبيبدا القتال بينهم. بيتباغت رين بهجوم مفاجئ، رين بيقدر انه يصده، وبتقول له مش وحش، الضربه دي خلصت على نص اللي واجهتهم. بس الواضح ان رين بيعاني من قوه الضربه. بيبدا القتال يدخل مرحله الجد، وبتهجم عليهم بهجوم نار. بيحرق ديل كندي اللي بتتعصب هي كمان. القتال متكافئ الى حد ما، هجمه بهجمه. رين بيتفرج زينا ومذهول من قوه الاثنين دول، لكن بيقرر يدخل القتال هو كمان. بينفذ هجوم متزامن مع كندي اللي بكل بساطه تانية بتصده. القتال وصل لليفل الوحش، والواضح ان تانية متفوقه في القوه. بترميهم الاثنين في الهواء، وبتتبع الهجوم ده بهجوم ناري، وشكلها ناويه تخلص عليهم فعلا. رين وكندي بيقدروا يتفادوا الهجوم ده بحركه ولا اروع. بتقول لهم تانية انتوا اول حد يوصل معايا للمرحله دي. انا كده بدات اتحمس، وشكلها فعلا ما اظهرتش كل اللي عندها. وبيقرر اخيرا رين انه يستعمل قوته. بيطلب من كندي انها توفر له 3 دقايق بس، وشكل رين عنده خطه، والخطه هي انه يجري ويسيب كندي لوحدها. لا طبعا، بيروح رين يقف على قمه احد الابراج، وبيعمل عقد مع احد الطيور. في الجانب الاخر القتال لسه مستمر، وكندي جابت اخر ما عندها. رين بيقول لها سيبي لي كل حاجه ليا انا بقى، وجه الوقت عشان ياخد كل الاضواء. بيطلب من الطيور تهجم عليها. هتقول لي ما وصلتش للدرجه دي، بيهجم بطيور، ده هجوم ناري واحد وهياكلهم مشويين. هقول لك ما هم طبعا مش طيور عاديه. بتقول له انت بتشتت انتباهي بشويه الطيور دول، اسلوبك ده مش هينفع معايا، انت بتسخر مني ولا ايه؟ مفيش هجوم زي ده يأثر في واحده زيي. ما كملتش الجمله وحرفيا نزلت رقعه على الارض.
وبتقول في ايه اللي حصل؟ بيقول لها ان الطائر ده من الطيور السامه، ومع الكميه الكبيره ديت كانت قادره حتى انها توقع شبيه التنين زيك على الارض. بتعترف تانية بالهزيمه وبيقول لها رين انت لازم تيجي معايا. بتقول له ليه؟ عاوز تبيعني ولا ايه؟ بيقول لها لا، عاوزك بس انك توعديني انك مش هتعملي حاجه تاني زي دي. بتقول له طب لو رفضت هتعمل ايه؟ بيبتسم رين وبيقول ساعتها هبقى في مشكله كبيره. بتقول له انت غريب قوي، خلاص يا عم هاجي معاك. بيروح بعد كده النقابه ومفيش حد مصدق انه نجح في المهمه، وبتقول له انهم هيدوا المكافاه بعد ما يتاكدوا من الكلام ده. بتبص على تانية وبتقول الديل ده القرون دي اوعى تكون ولسه بتتكلم. بيقول لها سيبك من الهري الفاضي ده، دي مجرد بنت عاديه خالص لابسه زي تنكري مش اكتر. ولسه تانية بتقول لها هي مين؟ لحقها رين واخدها ومشى. وبيقول لها لو عرفوا انك الشخص الغامض اللي عند الجسر هتسببي خوف وهلع كبير في البلده. بيطلب منها انها تنقل مكان تدريبها لمكان ما تعملش فيه مشاكل، علشان ترد تانية عليه وتقول له انها قررت تنضم ليهم لان ده الافضل ليها. بتطلب تانية هي كمان انها تعمل عقد معاه، وكده شكل الموضوع خرج عن السيطرة. رين بيقول ما كنتش اتخيل ان انشا عقد مع روح قط، ودلوقتي مع شبيه التنين. الواد كان لا يقهر حرفيا مع روح القط، ودلوقتي بقت معاه شبيه التنين. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهتوصل قوته لحد فين؟ بتيجي اخيرا اللحظه اللي كنا مستنيينها، الا وهي النظره على وجه البطل لما يشوف قوه رين. بيكون اريوس متعصب لان بقالهم اسبوع في الغابه وما قدروش يعملوا اي انجاز، وبيقولوا ان استكشاف المنطقه اثناء القتال امر صعب جدا، وكمان نقل الامتعه من مكان لمكان مرهق جدا، وكان رين بيعمل كل ده لوحده. احب اصدمك واقول لك انهم لحد دلوقتي مش عارفين ان رين هو السبب في الانجازات اللي وصلوا لها. من النظره الاولى بتشوف ان الاعمال دي سهله، ولكن العكس تماما. كمان بيوفر لهم امكانيه التركيز على قتل الوحوش، في جانب ان رين بيقوم بالاعمال التانيه. اريوس الندل بيقول ايه رايكم نرجع رين وهو كده طيب لحد الغباء، وهيوافق يرجع، واول ما نطلع من غابه الضياع نتخلى عنه تاني. والموضوع ولع من كتر الحماس. يا ترى هتكون شكل النظره اللي هتترسم على وش اريوس ايه لما يعرف قوه رين، وانه حاليا مساوي لقوتهم مجتمعين وربما اكتر. بعد انضمام تانية اللي بتعتبر اضافه قويه لقوه بطلنا رين، بياخدوا اول مهمه ليهم وهي اباده مجموعه من الصلايم. وتعالى اقول لك شويه معلومات عنها. بتعتبر الصلايم من ادنى الوحوش، علشان كده المغامرين ما بيهتموش بيها وما بيقتلوهاش، بس بتبقى مشكله بجد لما بيتجمعوا بعشرات الالاف، وبتكون مشكله كبيره بسبب تدميرهم للحقول. وهسيبك انت بقى تكتشف الباقي. وبعد ما تقريبا كده نسفوا الشويه اللي كانوا موجودين في المنطقه، بيقرر رين يدور على بقيه الصلايم. بيكونوا مش قادرين انهم يلاقوا اي حاجه، فبيقرر رين انه يدور عليهم من السماء. وطب ازاي ده؟ وكان ده سؤال كل من كندي وتانية. بيقول لهم عن طريق انه هيندمج مع الطائر، بيفعل رين سحره وبيغمى عليه، وبيكلمهم الطائر اللي بقى رين، وده تم عن طريق نقل رين لجزء من روحه للطائر. وبتخصيص وعي ليه كان قادر انه يستخدم جسم الطائر واكنه جسمه. وبيستخدم السحر بالكلام عن طريق ارسال موجات فكريه، بمعنى انه بيكلمهم في وعيهم مش بصوته. وطبعا بيكونوا مذهولين من قدرات رين الاستثنائيه. حرفيا الولد نقل فئه مروض الوحوش الضعيفه لحته تانية خالص. وكان رد رين الصاعق اللي صدمني حرفيا. الواد مش مقدر قوته، وده لسبب حصل له هنعرفه بعدين. بيقول لهم ان معظم مروضي الوحوش، وقبل ما يكمل الكلمه بيطلع تانية وكندي في صوت واحد وبيقولوا له انت عبيط، ما فيش حد يقدر يعمل الحاجات دي. بيقول لهم انه هيروح يدور على الصلايم، ودي كانت حجته لانه ما عندوش رد على الكلام وكده. وبعد مده بيلاقوا سرب من الصلايم. بتكون كانت على وشك انها تهجم عليهم، بتوقفها تانية وبتسال رين ان كان قادر على استخدام التعويذات السحريه. يقول لها انه قادر على استخدام التعويذات البدائيه بس، زي الشفاء وكره النار. بتقول له تانية كويس قوي، حاول تقتل بقى الشويه دول. يقول لها وانا كنت بقول ايه من شويه؟ انا اتدربت كتير بس ما قدرتش اعمل غير دول، انا سحري ضعيف. بتصر عليه وبتخليه يهجم عليهم. بيستحضر رين السحر عشان يعمل التعويذه. الواد فعلا اطلق سحره، بس دي ما كانتش كره نار عاديه، تقدر تقول كده الواد نسف المنطقه كلها. يقول لها ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هو انا من امتى وانا بالقوه دي؟ بص بقى يا سيدي، احنا شفنا ان رين حصل على القدرات الجسديه بفضل عقده مع كندي، والمره دي قدرات شبيهه التنين السحريه بفضل تانية، واللي بتقول له ان القدرات السحريه لشبيهه التنين تاني اعلى قوه بين كل الانواع الاقوى. ودلوقتي رين بيملك نفس القوه دي. الواد مش مستوعب اللي بيحصل، وبتطلب من رين يتدرب على اللي فاضل من الصلايم، لان التحكم في السحر اصعب بكتير من القدرات الجسديه. وبيطلب منها انها تساعده على التحكم في سحره، واللي بتقلب من الكائن الكود ده للكائن اللي ما يتسمى ده، وبتكون قاسيه عليه في التمرين. وبعد ما انجزوا المهمه وخلص رين تمرينه، بيروح النقابه عشان ياخد المكافاه، وكمكافاه ليهم اخدهم لمطعم. ومن شكلهم كده هم بياكلوا تقول انهم قرايب لوفي. الواد بيبص لهم وبيقول في باله يا ولاد المصاعير هفلس. بعد ما خلص بتسال تانية عن المكان اللي اتعلم فيه ترويض الوحوش. بيقول لهم عن حكايته وانها في الاصل حزينه. بيقول لهم انه اتعلم ترويض الوحوش في قريه صغيره بلا اسم، كل سكانها مروضي وحوش، وكان والده من اقوى مروضي الوحوش، وده اللي خلاه يقضي وقته كله في تعلم ترويض الوحوش. حتى مهاره ترويض الحشرات اتعلمها من واحد في القريه. بيقول لهم انها كانت قريه جميله،
ودلوقتي ما عادتش موجودة. بتعتذر كندي لأنها فكرته بحاجة حزينة، لكن بتكون تانية عاوزة تعرف بقية الحكاية، لكن لما شافت إن ده هيجرح رين نفضت للفكرة. لكن رين بيقرر يقولهم عن كل حاجة. حصل الكلام ده لما كان عندي 12 سنة، كان أبويا وأمي مشغولين في الوقت ده، عشان كده ما عرفوش يراقبوا تمريني، وقضيت طول اليوم أتدرب لوحدي فترة في القرية. فضلت على الحال ده لغاية محل الليل، وشفت ضوء غريب جاي من القرية. كل اللي كان شاغل بالي إن أكيد في مشكلة، ولما وصلت كانت القرية اتحولت لرماد وأبيدت من قبل الوحوش. كنت الناجي الوحيد لغاية ما المغامرين ما جات وأخدوني عند واحد صاحبهم. عملت كل اللي أقدر عليه عشان أفضل عايش، بس فضلت على الحال ده لسنوات لغاية اليوم ده. كان من نصف سنة قابلت إريوس، وكان ساعتها بيدور على أصدقاء ودعاني لفريقه. قابلت الانضمام من غير أي تفكير، عشان شفت إني لما أكون في فريق البطل هقدر أعمل حاجة ما كنتش أقدر أعملها لوحدي. على الأقل كنت هقدر حتى أمنع مأساة زي ما حصل في قريتي. ما كنتش عايز حد يعيش حزني من تاني، لكن كانت الحقيقة مختلفة خالص. إريوس كان بيحاول استغلالي. ودي كانت حكايتي السوداوية. بتواسيه كنادي وبتقول له عرفت كل الوقت ده انت ليه كنت بتندفع للمخاطر. كنت بتساءل عن سبب شجاعتك، لكن عرفت السبب، مش عاوز حد يعيش نفس حزنك. بتقول له تانية انه شخص طيب وصادق اكتر من اللازم، وبتتعصب لان إريوس استغله بسبب شخصيته دي، وده بيخلي رين سعيد وبيتمنى يفضلوا مع بعض دايما. بتجيلهم مهمة تانية وهي قتل مجموعة من الأورك، ودي يا سيدي وحوش اقوى واذكى من الغوبلين. بيحذرهم رين من الاستهتار لانهم لسه جداد وما عندهمش الخبرة الكافية. بتستهتر تانية بكلام رين وبتقول له انا شبيهة التنين تانية، مستحيل مجموعة من الأورك يهزموني. بيكون رين قلقان من تصرفها ده، وبيكملوا قتال والدنيا حلوة خالص. بتشوف تانية واحد من الأورك وعامل انه مصاب، واول ما بتقرب منه بيمسكها وبيهجم عليها واحد تاني. بتقتل اول واحد بس التاني على وشك قتلها. بيتدخل رين بسرعة وبينقذها، وبتكمل كندا عليه. بيتجرح رين بسبب ده، واللي بتكون تانية في اشد الاسف بسبب انها كانت السبب في ان رين يتجرح. بيقولها انه يقدر يستخدم سحر الشفاء وبيعالج نفسه. بتكون تانية حاسة بالذنب لسه. بيروح رين النقابة من تاني عشان ياخد المكافأة، ولما بيطلع بتكون تانية اختفت. اللي بتكون في الوقت ده حاسة بالندم لأنها ما سمعتش كلام رين لما حذرها، وإنها كانت واثقة من قوتها كنوع أقوى. بيوصل رين وبتعتذر تانية بأسف شديد لرين، اللي بكل عطف بيقولها المرة الجاية خلي بالك أكتر. بيجي تاني يوم وبيكونوا رايحين للمهمة. بتتغير نظرة رين وبيعلى على وجهه النظرة دي. رين مصدوم. أخيرا قابل إريوس لأول مرة. بيتعاد شريط حياته المأساوي. رين بيفتكر كل حاجة. بابا بيقول بتيجي عليا اوقات بحس اني في حلم. من ساعة ما اتطردت من فريق البطل ما كنتش قادر اتخيل اني هبتسم بالشكل ده في يوم من الايام. انا مش مصدق ان ممكن الايام الحلوة دي تستمر للابد. وفعلا كان بها. رين قابل الابطال لاول مرة بعد طرده. بيقول له إريوس عدى وقت كبير قوي من اخر مرة شفتك فيها يا رين. رين ما بيردش عليه وبتتغير نظراته وبيقول لكندي وتانية يلا بينا عشان نروح. بيقول له إريوس انت لسه زعلان من اللي حصل ولا ايه؟ احنا كنا حتى في نفس الفريق قبل كده، ولو انت لسه زعلان فاحنا اسفين ليك يا عم. هو صحيح اي نعم انت كنت ضعيف وملكش لازمه، بس كان المفروض نعاملك احسن من كده. إريوس بيستفزه وعاوز يحرجه قدام البنات. بتقول له تانية انت بتقول انكم كنتم اصدقاء، يعني على كلامك فانتم فريق البطل مش كده؟ بيقول لها الكلام مش معاكي. وهنا وقبل ما يكمل الجمله اصيب بالهلع وبيقول روح قطه وشبيه التنين بيعمل 2 من الانواع الاقوى. هنا ايه؟ الكل مرعوب والجو بقى مكهرب. بيقطع الجو ده صوت كندي وبتقول لهم ان رين سيدهم حاليا وانهم معاه في اي حاجه بيعملها. بتتتابع الصدمات على إريوس. كده كتير قوي يا جدعان على قلب البطل. بيقول لهم طب على فكره بقى رين ده عديم المنفعه وبدون اي موهبه. بترد كندي تاني عليه وبتقول له احنا 2 من الانواع الاقوى، فما بالك بسيدهم هيكون عامل ازاي؟ نار يا حبيبي نار. بيقولوا ازاي القمامه ده قادر يروض 2 من الانواع الاقوى، ومش اي الانواع بل الاندر والاقوى على الاطلاق. ايه الخدعه اللي انت استعملتها؟ بيقول له رين انت عاوز ايه؟ اكيد انت جاي وعاوز مني حاجه. بيقول له إريوس انت فاكر غابه الضياع؟ بيقول له رين ايوه ما انا اللي كان عليا مهمه الاستكشاف الاولي والتحضير للمواجهه الاخيره. مالها يعني؟ بيقول له ان الموضوع اكبر بكتير علينا احنا الاربعه بس، وكل ما نتعمق اكتر بيتغير الطريق وبنبعد اكتر عن وجهتنا. واكتر مده قضيناها اسبوع واحد بس، واجبرنا بعد كده على الانسحاب. بصراحه يعني محتاجين مساعدتك. اصل الوحوش اللي انت بتروضها هتقدر بكل سهوله انها تستكشف المنطقه وتنقل الموارد، شغلك المعتاد يعني. وابسط يا عم هتنال شرف المساعده في فريق البطل. ولا ايه الكلام يا جدعان؟ قالوا له عندك حق يا ريس، هو صحيح عديم المنفعه في القتال، بس ساعات بينفع يشيل المعدات، يغسل الهدوم،
كده يعني. وبترد لين وبتقول ده المفروض تكون شاكر اننا بنمنح نفسك المثيرة للشفقة فرصة تاني. يعني بصراحة مسحوا بكرامته الارض، استهزاء ما بعد استهزاء. بيقول له اريوس ها الكلام على ايه يا رين؟ بيقول لهم رين شوفوا لكم حد غيري، انا مش فاضي لامثالكم، يلا بينا يا بنات. بتوقفوا مينا وبتقول له ان اللي بنعمله ده من اجل انقاذ العالم، لان في اعماق غابة الضياع احدى الاثار النبيلة المطلوبة لهزيمة ملك الشياطين، الا وهو ترس الحقيقة، ومن غيره مش هنقدر نهزم ملك الشياطين، ووقتها ستعوث الشياطين فسادا في ارجاء القارة، ووقتها المغامرين والاقوياء هيقدروا ينجوا. طب الناس العادية اللي عايشة في المدن دي هتعمل ايه؟ لعبوله على الوتر الحساس. رين بيتعاد مشهد قريته من جديد وبيقول لو حصل ده هيتكرر نفس المصير من تاني، ولكن رين لسه مش قادر ينسى نظراتهم ومعاملتهم ليه، ولكن بسبب طبعه الطيب بيضطر يوافق خوفا من تكرار نفس المصير المأساوي لحد تاني. بيمقته اريوس بنظرة متكبرة وبيقول كان المفروض توافق من البداية، وبنفس الطريقة بتقول لين هو لسه المغفل ده بيضيع الوقت في كل حاجة بيعملها، وقتنا الثمين ضاع. وبيقول لهم اريوس تعالوا نروح نتكلم عن التفاصيل في مكان تاني. بيوقفوا كل من تانية وكنادي، وكنادي بتقول له انا مش موافقة، ولكن عشان رين وافق انا مش هتكلم. انت فكر ان الموضوع هيمر مرار الكرام ولا ايه؟ انت دلوقتي وحالا تعتزل لرين. مش قادر اوصف لكم الحماس في اللقطة دي ازاي. كفاية نظرة البطل لما من نظرة واحدة تلبسوا الخوف كده، بيحاول يجمع شتاتها نفسه ويقولها ايه ده هو انا مش من شوية اعتذرت لرين؟ بتقول له وانت بتسمي ده اعتذار؟ وبتقول له تانية يعني طردت الراجل وجاي دلوقتي تطلب المساعدة منه، مش المفروض تتكلم بأدب شوية ولا ايه يا عم البطل؟ بمعنى اخر انبطحوا لو سمحتوا، من منظركم كده كنت بفضل اشويكم بنفخة مني احسن، لكن رين هيغضب لو عملت ده، ولقد اذل اذلال الذليل ذلك البطل. فكل اللي طلباه انكم يعني تنزلوا رؤوسكم الفارغة دي على الارض وتتوسلوا، ووقتها ممكن اغير رأيي. انت بتقولي ايه؟ انبطح؟ انت هبلة؟ انا البطل اريوس، متوقع مني انبطح قدام الفاشل ده؟ وبدأت الاعتراضات. ايه يا عم رين ما تلم شوية حيواناتك اللي طالقهم علينا دول، الظاهر ان الوقت اللي قضيته مع الحيوانات دي جنك حتى لو كانوا من الانواع الاقوى، فحقيقة انهم غير بشريين تظل حقيقة. هي فين المشكلة بقى لما اقول عليهم حيوانات؟ اي نعم هم جمال بالنسبة لشوية حيوانات، بس في الاخير هم مجرد حيوانات، مش كده ولا ايه يا رين؟ وعينك ما تشوف الا وش اريوس وهو بيتمسح بالارض. هي حصلت يا رين بتضربني انا؟ بيقول له رين هعملها مرارا وتكرارا لو فكرت تهين اصدقائي تاني، جرب وهدفعك الثمن غالي. بيغضب البطل وبيقول لرين تعال ننهي الموضوع ده بقتال. وكان بها كنادي امام الصلعة الجبارة، وتانية امام كل من لين ومينا، ورين امام اريوس، وانطلق القتال. كنادي بتشن هجوم قوي جدا، والظاهر انه بيعاني امام وابل الضربات المستمر، وبيقول دي مش سريعه وبس، ده حتى كل ضربه اقوى من الثانيه. بتقول له كنادي هي دي قوه فريق البطل، مش هترد ولا ايه يا عمنا؟ بيتعصب هو الاخر وبيظهر اخيرا قوته وشكلها قويه جدا. كنادي بتردها تقول كده بتهزر، وهنا كانت الصدمه. بيقول مستحيل، دي الهجمه دي تقدر تسحق حتى الفولاذ، دي فعلا ما بتهزرش، انا لازم اطلع كل اللي عندي. بتستعد كنادي وبتقول مهما كان ده من فريق البطل برضه، انا هظهر نصف اللي عندي. ودي كانت الكلمات اللي انهت امال عمنا ده. ايه يا عم مالك؟ امسك نفسك شويه، من كتر الخوف ما عادش قادر حتى يمسك سلاحه، وبيتلو كلماته الاخيره وبيقول ازاي شخص بالقوه دي بيخدم رين المثير للشفقه. بتقول له كنادي هو انت يا ابني لسه مش مستوعب ان رين اقوى منكم كلكم؟ وخلصت عليه. وبكده بيكون المنتصر في اول معركه هو كنادي. في الجانب الاخر نروح بقى لتانية اللي حرفيا اتمتعت بكل لحظه في قتالها. بتقول لهم تانية انا كان نفسي اواجه البطل احسن من مواجهه شويه الحشرات دي، بس المره دي هسيب رين ياخد حقه. بتقول لها لين خلي بالك من كلامك، انت ازاي بتهيني فريق البطل وبتشن كل من مينا ولين هجمه متزامنه، واللي بكل سهوله وتانية بتعمل كده بس، ومحت الهجمه عن بكره ابيها. بتضحك تانية على حال الابطال وبتقول انتوا فريق البطل كان نفسي تشوفوا النظره على وشكم عامله ازاي. بيحاولوا تاني بهجمه اقوى، ولكن النتيجه نفسها. مستغربين ومش عارفين هي قدرت ازاي تعمل كده. بتقول لهم عن طريق الملغي المادي اللي بيحلل التعويذه على المستوى الاساسي، وبقدر من خلاله الغي التعويذه عن طريق ضربها بموجه سحريه مناسبه. يعني ما فيش حاجه من سحركم ما تنفع معايا.
قوتها تكاد لا تصدق. بيحاولوا تاني ورافضين انهم يصدقوا الكلام، وشنوا وابل من الهجمات بمختلف انواع السحر اللي تانية وبكل سهولة حطمت املهم، وبتقول لهم انتوا كده خلصتوا؟ انتوا مفكرين ان اهانتكم لرين هتعدي بالساهل كده؟ خليني اوريكم السحر الحقيقي عامل ازاي. كفايه عليكم اوريكم سحر من المستوى التاني بس. وكل اللي جاي على لسان مينا ولين يا ويلتاه. تانية على وشك انها تمحيهم حرفيا من على وجه البصيرة، ولكن كل ده طلعت بتلعب معاهم مش اكتر عشان توري لهم بس هم قد ايه ضعاف. واخيرا وليس اخرا الوجبة الدسمة، رين امام اريوس اللي بيقول له يا ابني انت مجنون، انت بتواجه البطل، المفروض تكون شاكر وتقبل عرضي بما انك مروض وحوش فاشل، وفي الاخير بتنقلب عليا. وبيهجم عليه رين وبيقول له مش عاوز اسمع منك حاجه. اريوس بيهجم عليه بسلسله من الهجمات. رين بيعترف بقوه اريوس اللي بيكلمه وبيقول له انت مفكر بهروبك ده هتقدر تهزمني؟ ولكن رين في حته تانية خالص، بيقول في باله فعلا اريوس هو البطل المختار، لكن انا ليه مش حاسس بخطوره منه زي المره اللي واجهت فيها تانية. وبيمسك رين ايده وبيقول له ده كل اللي عندك، وبيضربه ضربه قويه جدا بيطير اريوس من على الارض وخلاه ينزل على رجليه. بيقول اريوس منين جاب القوه دي؟ رين بيهجم عليه وبيتفاداها اريوس بشق الانفس. رين حرفيا نسف الحجر اللي وراه. بيقول اريوس مش قوته بس، ده حتى تحركاته كمان اتغيرت. بيقول له رين عاوز تعرف جبت القوه دي منين؟ من الحيوانات اللي انت كنت بتسخر منها. هي دي بقى قوة مروض الوحوش الحقيقية. بفضل عقدي مع كندي اكتسبت القدرات الجسدية، وتحركاتي بفضل تدريباتي كمروض وحوش لدراسة أهدافي. وأنا من أول المعركة دي بل من زمن وأنا براقب تحركاتك في المعارك، وعارف كل حركات جسمك ونظراتك قبل كل هجمة، وبتوقع كل هجماتك. انت يا ابني مستحيل تهزمني في معركة عادلة. بيضحك اريوس ضحكة خبيثة، ووقتها بيهجم على رين بهجوم سحري وبيقول له انت نسيت اني بملك سحر البطل ولا ايه؟ لأحرقنك يا مروض الوحوش يا عديم المنفعة. بيهجم عليه بهجوم سحري، ورين بيرد بهجوم مقارب ليه في القوة، مما يؤدي إلى إبطال كلا الهجمتين. بيقول إريوس ازاي سحرك الضعيف يتغلب على سحري؟ أنا مش عارف إيه الخدعة اللي استعملتها، ولكن الأفضلية ليا أنا، بخلاف إنك ما عندكش غير تعويذتين بس. وبيشن عليه إريوس هجمات متتالية بمختلف أنواع السحر. رين بيقول أنا عارف إن من الصعب مواجهته بتعويذتين بس، وساعتها بيكون إريوس بيهجم على رين، لكن فجأة تجمد مكانه ومش قادر يتحرك. ليكمل رين الكلام أنا في الأول وفي الأخير مروض وحوش، وشكلك نسيت إني كمان بقدر أروض الحشرات. الواد فعلا يستخدم نفس الحشرة اللي استخدمها في هزيمة منظمة إيبون فانجر اللي ليها القدرة على تغطية الشخص أكتر من 12 ساعة. بيقول له مستحيل، فين وإمتى روضتها؟ بيقول له رين روضتها في لحظة حرة أثناء القتال عن طريق بعث أفكاري ولقيتها وعملت عقد مؤقت معاها. بيقول له مستحيل حاجة زي دي تحصل. بيقول له رين عشان تبقى تقول إن مروض الوحوش عديم المنفعة. سيبك بقى من كل ده، انت لازم تدفع تمن اهانتك اصدقائي. بيترجاه اريوس البطل ورب خساره فيك اللقب عشان يسامحه، ولكن رين حرفيا كان هيسوي دماغه بالارض. وبيقول لو فعلا ضربتك كنت دلوقتي في عداد الموتى. بطل ايه بس اللي يغمى عليه من الخوف ده؟ وبكده بيكون رين قضى تماما على فريق البطل وتخلص من ماضيه المظلم، والآن هو بيستعد عشان يروح غابة الضياع لوحده. فهل فعلا هيقدر يعمل اللي مقدرش عليه فريق البطل؟ بيوصلوا اخيرا الى غابة الضياع، بس بيكون جواها كئيب وضلمة حتى في منتصف النهار، وده اللي بيخلي تانية بتكون عاوزة تحرق الغابة بالكامل. لكن رين بيلحقها قبل ما تزيد البلة طينة، وبيفهمها ان الغابة دي نظام بيئي متكامل واي خلل هيسبب مشكلة كبيرة. بتقول له يا عم خلاص انت صدقت ولا ايه؟ المهم انت متأكد ان هنلاقي ترس الحقيقة موجود في اعماق الغابة؟ بيقول لها رين ترس الحقيقة واللي محدش يعرف يشيله غير البطل موجود في اعماق الغابة. انا والله ما عارف المعتوه ده بقى بطل ازاي. وفي تلك اللحظة بيصحى حد وكأنه شعر بدخول رين الغابة. بيقول لهم رين ان الغابة دي في حالة من التغير الدائم، عشان كده مش هنعرف نعتمد على خريطة اريوس. تانية بتقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ رين بيقول لها على حد كلام اريوس وبعد اللي عملتيه فيه البنت فعلا خلتهم يعتذروا رين واحد واحد بعد ما عطت لهم درس في الاخلاق، لانهم كانوا بيعاملوه بطريقة بشعة جدا. الواد فعلا عانى كتير قوي في حياته، وبيفتكر كمان كلام البطل ان الترس موجود مع الوحوش في اعماق الغابة، وانه مهم جدا لهزيمة ملك الشياطين. وبما ان البطل
لازم انكم تجيبوه في اسرع وقت لان مصير العالم على المحك. بتتعصب تانيا وكندي لانهم حسوا انه بيأمرهم عشان يساعدوه. بيهديهم رين وبيقول لهم انه خلاص وافق على المهمه وده بس من اجل هزيمه ملك الشياطين. نرجع بقى تاني لوقتنا الحالي. بيكون رين محتار يبدا منين ولا يروح فين. بتقاطع تفكيره كندي وبتقول له فعلا انت هتساعد البطل بعد كل اللي عمله معاك ده؟ انا عن نفسي مش عاجبني اللي بيحصل. وبتقول تانية فعلا كندي عندها حق، انا لوحدي اقدر اهزم ملك الشياطين وبدون اي مساعده منهم. وبيكون الاتنين في اشد القلق عليه. بيقول لهم رين انا مقدر خوفكم عليا لكن انا ما بعملش ده عشان سواد عيون امه، يعني الفكره اننا محتاجين ايريوس عشان هو الوحيد القادر على استخدام الاسلحه النادره لهزيمه ملك الشياطين، وانا اسف اني دخلتكم في مشاكلي. بتقول له تانية يا عم بتقول ايه؟ بعد كل الحاجات اللي عملناها سوا جاي تعتذر دلوقتي؟ ما فيش الكلام ده ما بيننا، انت بس اللي طيب زياده عن اللزوم، عشان كده من واجبي اعتني بيك. تقدر تقول كده بتشتمه بالشياكه والمقصود انك غبي ومغفل وانا لازم اخلي بالي منك عشان ما يضحكش عليك. المهم بيقول له بص بقى يا اسطى احنا لازم نرسم خطه وندخل ونطلع بسرعه ويا سلام بقى لو ما قابلناش اي مشاكل. وايه كمان؟ تحب الاوردر يكون فري هو كمان ولا ايه؟ لا احنا لازم نغير طريقتنا دي. وبيستدعي الطائر اللي استخدمه في ايجاد السلايم عن طريق نقل روحه جواه وبيقول لهم عن طريق الاندماج معاه هكون قادر على تحديد افضل طريق نوصل بيه لوجهتنا. في الوقت ده خلي بالكم من نفسكم وراقبوا المكان كويس. وبالفعل بعد شويه لف في الغابه الواسعه جدا قدر يحدد افضل طريق هيمشوا فيه. بس المفاجاه بقى ولا خليها بعدين. بيرجع تاني لاصحابه بتقول له كندي ها يا ابو عمو لقيت الطريق؟ بيقول لهم رين عن الطريق اللي حدده. وبتقول تانية احنا لازم نرسم استراتيجيه الاول قبل ما نتحرك. وبينطلقوا في رحلتهم. وبعد مده من المشي بتقول كندي احنا بنمشي من بدري قوي كل ده وما وصلناش. وهنا كانت الصدمه، لقوا نفس الحجر اللي كانوا عاملينه علامه واتضح انهم بيلفوا حوالين نفسهم. بتقول له كندي ايه يا اسطى انت حددت الطريق غلط ولا ايه؟ بيقول لها لا مستحيل، المعلومات اللي جمعتها شاركتها مع بقيه الطيور، يعني حتى لو انا نسيت الطيور مش هتنسى هي كمان، مش منطق ده يعني. بتقول تانية انا متاكده اننا فعلا سلكنا الطريق الصحيح واعتقد في سر كبير في الغابه دي، وسيبوا لي انا بقى الدخله دي. بتفعل تانية الباحث المادي وده بيقوم بتتبع مصدر السحر. وبالفعل تانية بتلاقي المصدر واللي هو شجره بتبث سحر ايهامي وبيكون السبب في ضياعهم. وبتشرح لهم تانية آلية عمله زيهم ما ببقاش فاهم حاجه. فحبت تانية تعمل الواجب وسهلت الدنيا، فقالت ان السحر ده بيخليهم ما يعملوش اي حاجه غير بس انهم يمشوا بشكل دائري. تقدر تقول كده انه حاجز بيمنعهم من الوصول لحاجه معينه. المهم بتقول تانية يلا يا كنادي انت لازم توقعي الشجره دي لان بتدميرها هيتم ازاله الحاجز اللي بيمنعهم من مواصله التقدم. بيكون طبعا رين معارض وبيقول لها يعني مفيش اي طريقه تانية لازاله الحاجز من غير تدمير الشجره؟ بتقول له انا اقدر ازيله لكن بصراحه كده هو قوي جدا وهياخد وقت كبير لازالته. بتقول كنادي احنا كده هنغيب ولو اتاخرنا اكتر من كده البطل المعتوه ده هيسخر من رين، انا هدمرها بنفسي ونخلص. بتاخد كنادي القرار بسرعه وبتجري على الشجره عشان تدمرها. وفي اللحظه دي بيكلمهم صوت وبيطلب منهم انهم يمشوا من هنا حالا. وهنا كانت الصدمه، كل من تانية ورين بيبصوا بذهول ومش مصدقين ما قرأت اعينهم. طلع الصوت ده صوت احدى الكائنات النادره وهي جنيه، ودي بقى يا صديقي بتملك اعظم قوه سحريه اللي بتفوق حتى تانية. انت متخيل؟ وليه لا؟ اصلا نوع الجنيات متخصص في التعويذات السحريه، واللي متعجب منه بقى ان اخر مره عدى على ظهور الجنيات من 200 سنه، حتى بنو البشر افتكروا انهم انقرضوا، وده بسبب ان البشر كانوا بيسعوا وراهم وقتلوهم واحتلوا اراضيهم بالغصب، وعشان كده بيعتبر البشر اعدائهم الازليين بسبب تعديهم على مواردهم واراضيهم، وللسبب ده هم بيكرهوا البشر لابعد الحدود. بيقول لها رين يعني لو ما فيهاش براده يعني كنا عاوزين نتكلم، وكل اللي جاي على لسانها امشوا من هنا حالا، لحظه بس امشوا لو سمحتم، وهكذا الى ان احتتم الامر. لا تمشوا بادب لا امشيكم انا بقله الادب بقى، واجري يا بنت انت وهي. اصل المثل بيقول الجري نص الجدعانه، مش كده ولا ايه؟ بتقول تانية هو في ايه يا جدع؟ هي بتهددنا كده ليه وعاوزه تهجم علينا من غير سلام ولا كلام؟ ودي اصول حتى. بتقول كنادي هو مش المفروض ان الجنيات دول بيبقوا طيبين؟ امال مالها البنت دي؟ بيقول لها رين فعلا عندك حق، ده من الغريب حتى انها اصلا كشفت عن نفسها. انا متاكد ان الوضع كان هيختلف لو كنتم انتم بس، ولكن عشان انا بشري فالطبيعي انها بتكشفش عن نفسها، وده اكبر دليل انها بتخفي سر تلك الجنيه، واللي بقى واضح لما كنادي قربت من الحاجز. بتقول له كنادي استنى لحظه، مش انت كنت بتقول ان في وحوش جوه الحاجز ومعاه الترس اللي محتاجينه، ازاي بقى طلع منه جنيه؟ يقول لها رين تصدقي فعلا في حاجه غريبه، عمرها ما كانت تتحالف مع الوحوش لمجرد كرهها للبشر،
بتقول تانية مهما كان دافعها احنا عندنا شغل يا باشا ولازم يخلص. بص يا بنتي انت هتدمري الشجره وانا هتصدر تعويذاتها في الوقت ده وبكده مش هنأذيها، ها موافق يا رين؟ لكن رين لسه مصمم على عدم تدمير الشجره وعاوز يتكلم معاها تاني على امل تغيير رايها. بتقول له تانية انت لسه بتقول كلامك العبيط ده؟ انت ما شفتش كانت هتعمل فينا ايه؟ هي اصلا مش مهتمه تسمع مننا كلمه. يقول لها معلش هجرب محاوله اخيره المره دي بس، يمكن لو اتكلمت معاها بالراحه هنقدر ساعتها نحل الموضوع. وبالفعل بيروح لها رين من تاني بتقول له انت يا ابني تاني مفيش فايده فيك. بيقول رين بص يا ست الكل بالهداوه كده احنا فعلا مش عاوزين نأذيكي وكل اللي عاوزينه نتكلم معاكي بس. يا ابني اسمع الكلام، دي مش شكل واحده حد يتكلم معاها. ولسه مصمم وبيقول لها احنا مش جايين عشان نعمل اي حاجه وحشه، كل الموضوع ان في حاجه في الغابه جايه اخدها وهمشي على طول. بتقول له انت لو ما مشيتش من هنا، وقبل ما تكمل الجمله قال لها هجميني لو عاوزه، ولو شايفه ان دي الطريقه الوحيده عشان تثقي فيا فانا موافق، بس كل اللي طالبه انك ما تاذيش البنتين اللي ورايا دول. بتقول له بس كده؟ طب في الحاله دي بقى همحيك من على وجه الخليقه. بيتكلم رين مع نفسه وبيقول انا اقصى حاجه هتحملها هي ضربه واحده بس، ومع ده انا مش هستسلم مهما حصل. في الاخير انا مروض وحوش، كم من المرات قابلت مشاكل كان الكلام مش نافع فيها، ولكن لو كنت صادق فعلا في مشاعرك وعندك ايمان بنفسك هتقدر تتغلب عليها. وبالفعل بتهجم عليه بهجوم سحري قوي جدا وبتطلق عليه سيل من السهام. والعجيب بقى ان مفيش اي حاجه حصلت لرين غير ان وشه ودراعه بس هم اللي اتعوروا. بتقول له البنت انت ما هربتش ليه؟ ولا انت نسيتي انا كل اللي عاوزه هو اني اتكلم معاكي بس. بتقول له يعني انت سبت هجمتي تصيبك عشان تكسب ثقتي بس؟ انا مش مصدقه، هو انت فعلا بشري زي البشر اللي سرقوا واحتلوا اراضينا؟ انت فعلا منهم؟ بيقول لها رين انا كده فعلا للاسف، بس مش كلنا كده، احنا فينا ناس كتير طيبين، وكل اللي عاوزه انك تصدقيني وتثقي فيا. قررت ان رين بيحاول يخدعها هو كمان وبتهجم على رين، وفي اخر لحظه بيلحقوا تانية وكنادي. رين بيقول لهم انتوا ليه عملتوا كده؟ كنادي بتقول له انت زودتها قوي يا رين، مش هنعرف نسكت ونشوفك بتتاذي كده، ومن الواضح ان مشاعرك ما وصلتهاش. بتقول لها كنادي صدقيني رين فعلا شخص كويس وساعدني لما كنت في مشكله، ومش كده وبس ده كمان بيساعد اي شخص محتاج. وبتقول لها تانية انا كشبيه التنين اضمن لك انه شخص كويس، انت نسيتي ولا ايه؟ رين من الاول كان معارض اصلا لتدمير الغابه، هو فعلا قلبه طيب وبيساعد الناس كلها. بتقول لهم البنت انتوا غراب قوي، انا عمري ما قابلت حد زيكم كده، انا اسمي ساره، انا هسمع كل اللي انت تقول عليه. وبعد ما بيتكلموا شويه بتقول له معنى كده انكم كنتم بتدوروا على ترس الحقيقه؟ قال لها ايوه بس الحاجز ده بيمنعنا من اننا نكمل طريقنا. بتقول له ما انا اللي عامل الحاجز ده. رين بيقول لها يعني انت ما تعرفيش تشيل الحاجز ده عشان نعرف نعدي؟ قالت له كله الا ده، لان جوه موجود قريه الجنيات وانا مش هعرض اهلي للخطر. بتقول لها تانية ما تقولي من الاخر بقى انت مخبيه وحوش جوه مش كده؟ بتقول لها ما فيش والله اي وحوش جوه، وصدقيني كل الموجود الطريق اللي بيوصل لقريه الجنيات، ولو على ترس الحقيقه فالجنيات هي اصلا اللي بتحميه. كنادي بتقول لها امال الوحوش فين؟ تانية بتقول لها اكيد في حد وصل معلومه غلط للبطل. قالت لهم بصوا بقى بدل ما هو مهم قوي كده عندكم فاستنوني لحظه واحده بس. وبتفعل سحرها وبتختفي من امام انظارهم وبترجع في ثواني ومعاها ترس الحقيقه، ده فعلا طلع بجد. بتقول لرين خد مش ده اللي كنتم عاوزينه؟ العيال طبعا مش مصدقين اللي بيحصل. وقول لها رين ايه ده هتدونا بالسهوله كده؟ بتقول له بص انا فعلا بكره البشر، لكن انا وثقت فيك وكرهي للوحوش اكبر بكتير من كرهي للبشر. بيقول لها رين انا مش عارف اشكرك ازاي، لو في حاجه اقدر اساعدك بيها انا مش هتاخر. بتقول له ده واجب عليا اصلا، توريث ترس الحقيقه ميثاق قديم بين الجنيات والبطل السابق. تانية بتقول له يلا بقى يا جدع، هي بنفسها قالت مش عاوزه حاجه، احنا بكده كملنا شغلنا ولازم نروح نسلمه للبطل. بيقول لهم رين طيب يلا بينا، ولكن هو حاسس ان في حاجه غلط وبيرجع لها من تاني بيقول لها قولي لي بقى في حاجه مضايقاكي مش كده؟ انا مش عارف هو ايه بس انا حاسس بكده. بتكون عاوزه تقول له لكن بترجع في كلامها وبتقول في نفسها انا كده هعرضهم للخطر، وشكلها كده وراها سر كبير. بيقول لها رين اتكلمي وهساعدك حتى لو كان خطر. بتقول لها تانية دي طبيعته وما عندهوش حاجه اسمها لا، هو طيب وبيحب يساعد الناس، ممكن تقولي بقى مالك؟ بتقول لهم سورة خلاص انا بصراحه وثقت فيكم وهقول لكم عن كل حاجه. انا عندي اخت توأم اسمها رونا، كنا قريبين قوي من بعض، هي عزيزه عليا قوي، كانت مهمتنا اننا نحافظ على الحاجز باي طريقه، ومع انه كان صعب وممل لكن كنا مبسوطين مع بعض جدا. وفي يوم من الايام لاسباب معينه كنا لازم نخرج من الحاجز ده، ووقتها قابلنا وحش يعمل مع جيش الشياطين، حاولنا نهرب بس ما عرفناش وانتهى بينا الامر في محاربته، ولكن كان قوي جدا وفشلنا في هزيمته. بعدها هو خطف رونا وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. بيستغرب رين وبيقول وحش حتى الجنيات ما عرفوش يهزموه. بتقول له ان اسمه فارس الظل. بيقول لهم رين
رين انا كده فهمت، فارس الظل ده وحش من الرتبة جيم، هو مش قوي ولكن عنده ميزة قوية جدا، بيقدر يبطل كل الهجمات السحرية. دي فعلا كانت معركة غير متكافئة. بتقول له سورة ان هدفه القضاء على الانواع الاقوى اللي ممكن يعترضوا طريقه، وهددني بان لو ما شلتش الحاجز هيقتل اختي، ورفضت وقتها، وعشان ما كنتش هقدر عليه لوحدي رحت القرية عشان اطلب المساعدة من قائد القرية، لكن قال لي انا مش معقول هضحي بالقرية كلها عشان اختك. كلامه زعلني، لكن في نفس الوقت كنت متفهمة قراره، بس مهما كان دي اختي مش هقدر اتخلى عنها بسهولة كده. بيمسح لها رين دموعها ويقول لها كل الوقت ده كنت متحملة الالم ده لوحدك، ما تقلقيش، انا بوعدك ان هنقذ اختك وههزم فارس الظل بدون تعريض اهلك للخطر. وفي الوقت ده بتظهر اختها وهي محبوسة ومغمى عليها. بتكمل سورة الكلام وبتقول لهم انها لو ما شالتش الحاجز النهارده وقبل غروب شمس اليوم هيقتل ساعتها اختها. وبيقول لها رين احنا لازم نتحرك في اسرع وقت. وبيسأل سورة عن مكانه وبتقول لهم انه موجود خارج الحاجز على اطراف الغابة، ولكن بتكون سورة قلقانة عليهم جدا وعلى اختها، وبتكون عاوزة تروح معاهم، لكن رين بيقول لها انه لو عرف انك نكست بوعدك ساعتها هيأذي اختك، ومتقلقيش انا وعدتك اني هرجع لك اختك وعارف ومقدر خوفك، بس الافضل انك تستني هنا وانا هرجعها لك. واخيرا بتوافق وبتحذرهم من الاستهانه بقوته، وبيوصلوا اخيرا الى المكان الموعود. وانطلق الثلاثي بيهاجموا رين بكره النار، ولكن ولا هز منه شعره. بيقول له فارس الظلام ايا كنت انت مين ما فيش اي حاجه هتاثر فيا. وطبعا كلنا عارفين ان رين ذكي حبتين. بيقول له ما انا عارف، احنا عاوزين بس نشتت انتباهك. يا غبي. وكانت هي الاخرى ما عطتلوش فرصه وانهالت عليه، ولكن ما فيش اي حاجه مأثره فيه. وفعلا رين ما كدبش خبر وهجم عليه هو كمان. بيقول له فارس الظلام مش معقول شخص بالقوه دي ما يكونش البطل، لكن رين بيقول له ما تقارنيش بالحساله ده، عشان يرد عليه الاخر ويقول يعني انتوا جايين تتحدوني وانتوا عارفين اني من جيش ملك الشياطين؟ بهنيك والله يا ابني على شجاعتك دي، يا ريت تقول لي بقى مين اللي بعتك وعاوز ايه. ولكن رين بيرفض يقول له اي حاجه، ووقتها بيعرف ان سورة هي اللي بعتتهم، وبيقول انا لازم انفذ عقوبه خيانه الوعد اللي ما بيننا. لا شيطان وعنده شرف بصراحه، ده من امتى ده؟ هو بيكون على وشك القضاء على رونا، لكن تانية في اخر لحظه بتنقذها. يا ولاد اللعيبه لعبوها صح عليه. بتقول له تانية انا كده يا اسطى عملت اللي عليا، الباقي عليك انت بقى. وبتاخد يونا وبتروح لمكان امن. اتاريهم بقى كانوا مخططين لكل ده، ان رين وكنادي عليهم انهم يشتتوا انتباهه، وفي الوقت ده تانية تستغل الفرصه وتحرر اخت سورة، لكن ده بيستفز فارس الظلام وبيكون هيهجم على تانية، لكن رين كان ليه بالمرصاد. وفي لحظتها وفي نفس الوقت كنادي ورين بيهجموا عليه بواحده مزدوجه ولا اروع، ولكن ما فيش اي حاجه بتاثر فيه، وبيغضب وبدا يهاجم اي حاجه قدامه، وظهرت عاصفه ترابيه من العدم، واصبح الوضع ميؤوسا منه. رين بيقول انا فهمت دلوقتي الشيطان ده كان واثق من نفسه ليه، لانه ممكن لوحده فعلا يدمر قريه الجنيات عن بقره ابيها. يا اخي لما دي قوه احد جنود ملك الشياطين، امال ملك الشياطين نفسه قوتها هتكون عامله ازاي؟ ده انت الجحيم نفسه يا ابني مستنيك. بيقول رين لكنادي مش هينفع نسيبه كده والا هيدمر الغابه كلها على الحال ده. بص يا كنادي انا هشتت انتباهه من تاني، وفي الوقت ده هاجمين كل اللي عندك. وفي تلك الاثناء رين بيروح يروض مجموعه من الحشرات وبيخليهم يهجموا عليه، وبيقول في نفسه انا عارف انهم مش هيقدروا يعملوا حاجه معاه، بس كل اللي محتاجه انهم ياخروا ولو ثانيه واحده بس. وبيستغل رين انشغاله وبيفعل سحر غامض بيزيد من قوه كنادي اضعاف مضاعفه، وبتهجم عليه، وكانت ضربه واحده بس كفيله انها تخلص عليه. واخيرا تم القضاء عليه بنجاح. بتقول له كنادي بلهفه ايه ده يا رين؟ البتاع ده كان جامد قوي، حسيت وقتها بقوه جنونيه. يقول لها رين تقصد البتاع ده؟ دي تعويذه مروض وحوش فريده من نوعها شويه، فكرتها بكل بساطه بتعزز قدراتي الطبيعيه بشكل مؤقت، وعشان ما كنتش بملك سحر كافي فما كنتش قادر اني استخدمها، ولكن بفضل سحر تانية بقيت قادر اني استخدمها بسهوله. في الوقت ده بقى بتيجي تانية وبتقاطعهم، وبتقول له ان السحر اللي استخدمه ده سحر مفقود، وبتكون مستغربه من قدرته على استخدامها، عشان يرد عليها رين ويقول لها انه اتعلمها في قريته قبل ما يحصل فيها اللي حصل. وبتقول له كنادي بفضلها قدرنا اننا ننقذ اخت سورة، وبتكون كنادي في اشد الفرح. وفي الوقت ده بتصحى رونا وبيقول لها رين ان اختها سورة هي اللي طلبت منهم انقاذها، وده اللي بيخليها فرحانه جدا ومش مصدقه انها فعلا هتعيش ليوم تاني. واخيرا بياخدوها لاختها، وكان اللقاء مليئا بسيل من المشاعر الجياشه. وبعد ما بتطمن على اختها بتقول لهم انا مش عارفه والله اشكركم ازاي على اللي عملتوه ده، بجد شكرا ليكم. بيقول لها رين اهم حاجه انها كويسه وانكم رجعتوا تاني لبعض. ولكن الاتنين بيبصوا لبعض وبيقولوا احنا ما عادش ينفع نقعد مع الناس اللي سابت اختي لما كنت في امس الحاجه ليهم، احنا خلاص قررنا اننا نمشي من القريه دي. بيقول لهم رين خلي بالكم بقى لان الغابه دي شكلها كده مليانه بالوحوش والشياطين. بتقول له
ربنا يستر، ويا ريتها جت على كده وبس. احنا منعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي بسبب اننا كنا معزولين في الغابه دي من زمان. كندي بتقول لها خلاص ايه رايكم تيجوا معانا؟ ها ايه رايك يا تانية؟ بتقول لها والله القرار مش في ايدي، القرار هنا قرار القائد. بيقول لهم رين انا ما عنديش مشكله، بس انتوا متاكدين انكم هتبقوا كويسين مع بشري؟ بتقول له مهما كان انت احسن من اللي سابونا لمصيرنا، وبالرغم من اني ما بثقش في البشر لكن انت شخص مختلف وانا متاكده انك شخص كويس. بيوافق رين على انضمامهم للفريق، ووقتها بقى الاتنين وفي وقت واحد بيطلبوا انهم يعملوا معاه عقد زي تانية وكندي. هنا بقى رين محتار وبيقول في باله هو يا ترى ترويض الجنيات زي بقيه الانواع؟ طب انا كنت عارف ترويض كندي وترويض تانية، طب ايه الحكايه بقى مع الجنيات؟ بتقول له تانية ايه يا اسطى هتستسلم كده من قبل ما تحاول حتى؟ وبتقول له كندي انا متاكده انك هتقدر على ده. وبالفعل بدا رين في عمل الطقوس بتاعته، وبيقول انا لازم اختار التركيبه السحريه المناسبه لان اي خطا هيؤدي الى فشل العقد بالكامل. ولكن الموضوع عدى بسلام وامان، ونجح رين في ترويضهم، وبكده بيكون رين اكتسب قوه الجنيات. وبيقول رين ترويض 2 من الجنيات ما كنتش متخيل انه مرهق كده. وبيكون رين خلاص هيغمى عليه، لكن بيلحقوا كل من رونا وسورا. واخيرا اللحظه المنتظره، رين بياخد الترس وبيروح يوديه للبطل، وبيكون البنات واقفين على جنب كده وبيقولوا هو هيبقى كويس؟ مش ده فريق البطل اللي طرده برضه؟ بتقول لها كندي بصراحه الموضوع مش عاجبني، لكن هو اللي طلب مننا اننا نستناه هنا. وتانية بتقول لها انا خايفه انهم يهاجمونا تاني، بس بتقول لها سورا خليه يفكر يأذي رين بس وشوفي انا هعمل فيه ايه. نرجع تاني بقى لرين اللي بيقول لهم خدوا مش ده اللي كنتم عاوزينه؟ بيبصوا مش مصدقين اللي بيحصل. ازاي انت ما عدتش على دخولك الغابه يومين؟ بيقول له ايه يا عم مالك مصدوم كده ليه؟ ما الموضوع كان بالسهوله دي وعملناه في يومين بس. بيتعصب البطل عليه ويقول له مستحيل، احنا قعدنا اكتر من اسبوع وما عرفناش، اكيد البتاع ده مزيف. بيقول له رين والله لو ده اللي انت مفكر فيه اهو قدامك اهو وشوفه بنفسك. وبتستخدم لين عليه سحر التقييم وتقول لهم ده فعلا الحقيقي. والكل مصدوم ومستغربين ازاي رين قدر بالسرعه دي يجيب لهم الترس الحقيقي. بيبص إيريوس على سورا ورونا ويقول ايه ده انا شايف اشكال جديده واطفال كمان. بيقول له رين ما يخصكش، وبيقول رين في نفسه انا طلبت منهم انهم يخبوا اجنحتهم عشان لو اتسربت معلومات عن وجود جنيات بين البشر ساعتها سيسود الهلع بين بنو البشر. وبيقول له رين هات بقى اللي اتفقنا عليه. بيديله إيريوس الفلوس وبيقول رين كده انا شغل انتهى معاكم. وبيقول رين اخيرا مش هضطر اني اتعامل معاهم تاني وهرتاح بقى من الكابوس ده. ولسه وقبل ما ينهي الجمله بيقول له الحاج زلطه استنى يا رين انت مش عاوز ترجع للفريق من تاني؟ بيتعصب إيريوس عليه وبيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له غاس ما تفكر شويه، احنا وصلنا لمرحله بقينا محتاجين فيها لمساعده رين، والظروف الاخيره اثبتت ده. اخيرا اعترفوا بقوه رين. وبيكمل كلامه وبيقول انه كمان نجح في تخطي غابه الضياع اللي كان مستحيل بالنسبه ليهم. والباقي بيتفق على راي اغاث ان رين يرجع من تاني. ولكن هل رين هيوافق بعد ما سمع اللي كان بيتمنى يسمعه؟ لانه كان بيعتبرهم عيلته بعد ما فقد جميع افراد عيلته بسبب ملك الشياطين. بيقول له غاث ها قلت ايه؟ انا بوعدك بمرتب ومعامله ما فيش بعد كده، وهنرحب بيك كصديق من جديد. خلينا بقى نفتح صفحه جديده وننسى الماضي. رين بيتعصب عليه وبيقول له انسى الماضي؟ انت مين انت عشان يحق لك تقول الكلام ده؟ فعلا الزباله طول عمرها هتفضل زباله، وانتوا زي ما انتوا عمركم ما هتتغيروا. انا ازاي كنت بعتبركم اصدقائي اصلا؟ وفي الوقت ده بتيجي كندي ومعاها الكل بتقول له يلا بينا كفايه كده قوي، احنا كلنا معاك وعمرنا ما هنسيبك. بيقول له غاث هترفض عرضي وهتسيب الشهره والمال الهائله اللي هتجيلك من هزيمه ملك الشياطين؟ بيقول له رين اشبع بيهم، انا معايا اللي اغلى من المال. وبياخدهم وبيمشوا. ده بيعصب لين جدا وبتقول ده ماله يا جدع، بعد ما قدمنا له كل حاجه بيرفض بالسهوله دي، مش كده ولا ايه يا ريس؟ ولكن إيريوس كان شارد وبيقول لها ايوه عندك حق. وبيقول غاث ده مين المتخلف اللي يرفض عرض زي ده؟ بقى حد يرفض العرض ده؟ ولكن اللي كان ومازال شاغل تفكير إيريوس هو إهانة وإذلال رين ليه، وبيقسم إنه سيمحوه من على وجه الخليقة بيده هاتين. تبقى وريني بقى آخرك يا عم البطل. ونروح بقى الرين اللي بيكون مجتمع مع تانية والباقي، وبتسأله سورا وبتقوله فعلا مفيش حد هيقدر يهزم ملك الشياطين غير البطل المختار. وبتسأله تانية عن رأيه في الموضوع وبيقول لها والله كل اللي أعرفه بعضا من أقاويل الأساطير، واللي مفادها بأن ملك الشياطين استخدم قواه المتجبرة للتحكم بالناس، وأن مفيش حد أبدا من الأزمان الغابرة قدر يقف قدامه
لغاية ما أنشأ البطل الأول عقد مع أحد الكائنات الأسطورية لهزيمة ملك الشياطين، وعشان يحصل بقى على قوتهم قام بخلط كل من دمائه بدمائهم، وبعد ما بقى بيملك القوة الكافية اللي تمكنه من هزيمة ملك الشياطين قدر إنه أخيرا يخلص عليه ونشر السلام والأمان في أرجاء العالم. وده كان كل اللي أعرفه عن أسطورة البطل. بتقول له تانية تصدق البطل ده يا أخي كان طيب، ده غير واحد نعرفه عاوز حرق جهنم. بيضحك رين وبيقول لها يعني المهم في الحكاية دي كلها هو دم البطل، وبيكمل شرحه وبيقول إن معظم الناس ليها حدود في القوة، مهما تدربوا مش هيبقوا أقوياء لدرجة هزيمة ملك الشياطين، لكن البطل مختلف خالص. الميزة اللي عنده إنه بفضل الدماء اللي في جسده بيقدر يزيل كل الحدود اللي بتمنع نمو قوته، ومع الوقت والتدريب هيكون قوي كفاية إنه يهزم ملك الشياطين. ببسيط العبارة كسر الحدود هي دي القدرة المطلوبة لهزيمة ملك الشياطين، واللي مش عند حد غير البطل. كانتي بتقول له أمال البطل ده كان ماله ضعيف كده ليه؟ بيقول لها لأنه لسه في البداية، ولكن مع الوقت هيكون قادر على هزيمة ملك الشياطين. وبتقول له سورة استنى لحظة بس، لو فكرنا شوية هنلاقي إنك بتشبه البطل بحد ذاتك، بمعنى إنك لما أنشأت عقد مع كندي امتلكت قوة أرواح القطط الجسدية، وبالمثل مع تانية اكتسبت قدرة التنين السحرية، واللي أخيرا معانا إحنا الجنيات، بمعنى إن قوتك دايما في ازدياد مستمر وبتتخطى كل الحدود. انت عاوز ايه يا عم تاني بقى عشان تبقى بطل؟ وكمان مش قدرة كسر الحد دي شبه قدرة البطل، وبتتوصل كندي لفكرة جهنمية ما خطرتش على إبليس حتى. وبتقول له انت لو عملت عقود كتير مع انواع اقوى زينا ووقتها بقى هتزيد قوة فوق القوة، وهتبقى قوي كفاية انك تهزم ملك الشياطين. بيقول لها رين لا 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 سيبك من الحوار ده، الفكرة دي مفيش منها اي امل اصلا، عشان ترد عليه تانية وتقول له انها شايفاها فكرة كويسة قوي، والله وطلعت بتفكرها بنت كندي، وانا بصراحة رافضة فكرة اننا نسيب الموضوع للبطل الاهبل ده. وتقول له كندي مالك يا عم انت مش عاوز تحارب ملك الشياطين ولا ايه؟ والكل بيكون مؤيدين الفكرة ومتحمسين لرد رين اللي بيسبح بخياله وبيقول ملك الشياطين، ياه مش ده كان الحلم اللي كنت بسعى عليه زمان مع فريقي القديم، لكن بعد ما طردوني الموضوع طلع خالص من دماغي وما عدتش بفكر فيه. ويقول لهم بصراحة كده انا هعملها لو قدرت، ولكن هزيمة ملك الشياطين مش زي اي حاجة تانية كنا بنعملها، مش دي المهمة اللي احنا نستخف بيها. في ناس كتير حياتها مرهونة باللي هنعمله، وبصراحة انا مش مستعد ذهنيا ليها. انا اسف، انا مش قوي كفاية عشان اخد قرار بالاهمية دي، وانا ما وصلتش للي وصلت له الا بفضل دعمكم. بتقول له كندي احنا اسفين لاننا ما فكرناش في مشاعرك الاول. بقول لها رين انا من دلوقتي هفكر في اللي هنعمله، انا لازم اواجه نفسي وبعد ده هقدر اقول لكم على جوابي. بتقول له صورة خالصة يا اسطى انا هستنى جوابك بفارغ الصبر. وبتقول له كندي بص احنا هنستناك، وايا كان جوابك في حاجة واحدة عمرها ما هتتغير، اننا معاك هنا وعمرنا ما هنسيبك لوحدك ابدا. وبيكونوا كلهم فرحانين جدا وسعداء، بيكونوا قاعدين وبيتكلموا عن قد ايه لازم رين يشتري معدات جديده الفتره الجايه، وده بقى عشان الزياده اللي حصلت في قوته الفتره الاخيره. الواد بصراحه بقى جامد فورتيكا، وكمان الفلوس ما عادتش مشكله من ساعه اخر مهمه عملوها مع ايريس. ولكن اثناء ما هم في الطريق بتكون سورة ورونا خايفين قوي من الناس اللي شايفينهم لاول مره. بتقول رونا لاختها اوعي يا بنت حد يعرف اننا جنيات، عشان ترد التانية وتقول متقلقيش يا رونا يا اختي وربنا لحميك المرة دي. لا واضح بصراحة. ساعتها بقى رين بيطمنهم ويقول لهم ان مش كل الناس وحشين، لكن بتقول له رونا احنا عارفين ده، بس احنا بقالنا فترة طويلة معزولين عن العالم الخارجي ومحتاجين وقت عشان نتعود على الجو ده. في الجانب الاخر على النقيض تماما كندي وتانية اللي من الواضح انهم اجتماعيين جدا وما عندهمش اي مشكلة والدنيا تمام خالص. في الوقت ده بقى بيجي الاطفال اصحاب رين وبيسالوا رونا وبيقول لها هو انتوا اصحاب رين؟ بتقول له رونا بالظبط كده، انا بقى رونا ودي بقى تبقى اختي سورة، وكمان بنستخدم السحر. بيكون العيال متحمسين وخلاص على اخرهم، لا وكمان عاوزه تقول لهم انهم جنيات، حد يلحق البنت الهبله دي اللي هتبوظ الدنيا دي خالص. وبالفعل بيلحقها رين قبل ما تخرب الدنيا، بتتعصب عليهم وتقول لهم وقفتوني ليه؟ كنت هقول لهم اننا جنيات، ولا كمان زعلانه. اختها بتقول لها انت نسيتي لما بنستخدم سحرنا الاجنحه بتاعتنا بتبان، وساعتها هيعرفوا حقيقتنا وده هيسبب لنا مشكله كبيره في المدينه دي. بيقول لهم رين يا ريت بقى تخلي بالكم شويه وواحده واحده هتتعودوا على الاجواء هنا. بيوصلوا اخيرا لمتجر الاسلحه، وبيكون صاحب المحل شكله غريب جدا واسلوبه ما فيش اسبل من كده. بيقول له رين والله كنت بدور على سلاح ودرع الاقيه عندك. بيقول له التاجر اهو كل حاجه قدامك اهو وخد منها اللي انت عاوزه، الخدمه ذاتيه هنا. يعني بقول لكم اسلوبه زباله فعلا.
فبصراحة كتر خير تانية قصفت جبهة أمه، فلما سمعها عملت إنها من بعد تاني خالص، ويا عيني اللي يتدبس فيها هي كنادي. في الوقت ده رين عين وقعت على خنجر صغير، بتقول له تانية يعني انت من كل الاسلحه دي كلها ما لقيتش اللي تقدر تختاره؟ بيقول لها عشان ده اللي انا متعود عليه. ولكن لما فتح رين السلاح وبص عليه حس بحاجه غريبه فيه. في الوقت ده بيجي مغامر وبيقول افضل محل اسلحه في المدينه، بيقول لك يا معلم جيب لي احسن سيف عندك الفلوس تشتريه. بيروح وبيديله اي حاجه من المحل وبيقول له خد سلاح جامد فورتيكا مفيش بعد كده. والمشكله بقى ان المغفل ده عاجبه قوي وفرحان بيه وبياخده وبيمشي. لكن رين عرف سر التاجر ده وبيقول له على فكره السلاح اللي انت عطيته له ده شكله حلو وتقدر تقول انه قطعه استعراضيه جميله، ولكن في المعارك الفعليه ضعيف ملهوش اي لازمه. والمفاجاه بقى ان كل الاسلحه الموجوده هنا معموله بنفس الطريقه. طلع بيغش الناس صاحب افضل متجر اسلحه ده. بيقول له رين انت مخبي حاجه مش كده؟ ووقتها انفجر من الضحك وبيقول له انت عندك عين ثاقبه ياض، فعلا كل الاسلحه دي عملتها وانا فاضي، يعني طلع غشاش وغشاش كبير كمان. بتقول ساعتها رونا انا لازم اعيد النظر في تقييم الاقزام. بيتعصب عليهم وبيقول لهم مهما كانت وحشه وسيئه تفضل من صناعه الاقزام، لا بيجح ويعجبك قوي. وبيكمل كلامه وبيقول الاسلحه دي ما يجيش حاجه جنب اللي فعلا كرست قلبي ليها. وبيوري لهم عينه منهم. رين بيقول باين قوي انها في مستوى تاني خالص. طب بدل ما انت بتعرف تعمل اسلحه جامده كده عاملت الراجل اللي كان هنا من شويه بالطريقه دي ليه؟ بيقول له ممكن تعتبرها قرصه ودن. انت تعرف مغامرين اليومين دول بعد ما بيكسب شويه فلوس بيجي ويطلب افضل سلاح من غير ما يبص حتى لمهاراته الفرديه عامله ازاي، كلهم بتوع مناظر مش اكتر. ده حتى الاسلحه اللي قضيت عمري فيها بيرموها اول ما بيلاقوا سلاح شكله اجمل شويه. ومع الوقت بدات افقد ايماني بنفسي. انت تعرف الاسلحه دي بالنسبه للحداد هي ولاده. فين بقى المشكله لما اختار اللي فعلا يستحق انه يشيل الاسلحه دي؟ قول لي بقى انت عرفت ازاي الاختلاف اللي ما بينهم؟ بالنسبه لي انا شايف انهم كويسين كفايه لخداع معظم الناس. بيقول له رين انا والله نفسي ما عارف، ولكن بحكم اني مروض وحوش اكتسبت لا شعوريا ميزه مراقبه كل حاجه حواليا. بيقول له التاجر انت عجبتني ياض، انت واحد من الناس اللي بعمل لهم سلاح مخصوص عشانهم. بيكونوا فرحانين جدا وهي فرحه ما تمت. بيقول لهم بس في مشكله صغيره، انا ما عنديش الموارد اللازمه لانه عشان تصنع اسلحه خاصه بتحتاج لمعدن خام اسمه الميسيريال، وده بقى معدن شديد الندرة وبيقال عنه ان الاسلحة المصنوعة منه بتكون مميزة جدا لدرجة انها ممكن تدوم للابد. انتم متخيلين البتاع ده جامد قد ايه؟ بيقول له التاجر اللي لحد دلوقتي مش عارف اسمه ايه الحمد لله اسلافي سابولي منجم كامل من الميسريل، عشان كده ما كانش عندي مشكلة فيه، ولكن اليومين دول مش لاقي ولا حتى ذرة منه. كنادي بتقول له يمكن عشان انت استخرجته كله. بيقول لها رين لو كان زي ما انت بتقولي كده لكان خلص تدريجي، عمره ما كان هيختفي فجأة كده، اكيد في سر وراء اختفائه. وساعتها بقى رين قرر انه هيدور عن سبب المشكلة في المنجم. بيقول له يا ابني ما حدش عارف ممكن يحصل ايه هناك. بيقول له انت نسيت ولا ايه؟ احنا مغامرين يا عم فوق كل حاجة. وبعد حوار قرر اخيرا انه هيوظفهم لمهمة البحث عن الميسريل، وبيقول له ان اسمه غانتز وربي اسم على مسمى. بيروح ساعتها رين النقابه وبيلاقي زحمه كبيره هناك. بيسال المشرفه وبتقول له ان البطل إيريوس موجود في المدينه وبدا يجند اعضاء داعمين للفريق بتاعه، شكله كده بدا يلعب بديله إيريوس الكلب ده. بعد كده رين بيديلها طلب رسمي عشان يدور على معدن الميسريل، وانطلقوا في رحله البحث عن سر اختفاء ذلك المعدن. بعد ما بيوصلوا بيرسموا خطه الدخول للمنجم لانه توقع ان سبب اختفاء المعدن هو السرقه. في الوقت ده رين لقى نسر بيطير فوقهم بطريقه غريبه جدا وطلب منهم انهم يستخبوا بسرعه. في ذات الوقت بيطلع 2 من المنجم، بيطلب رين من كنادي وتانية انهم يمسكوهم وما يعملوش فيهم اي حاجه لانه محتاج يعرف منهم شويه معلومات. وبالفعل بيروحوا بس جابوهم ميتين. هو كده اللي ما تعملوش فيهم حاجه؟ بتقول له تانية انا ما عملتلوش حاجه يا عم، هو اللي ضرب نفسه في ايدي. قال لا تصدق يا بنت صدقت يا تكنيله، اهو كده مش هنعرف ناخد منهم اي معلومه. لكن سورا ورونا بيلحقوا الموقف وبيقولوا له احنا نقدر نجيب كل المعلومات اللي محتاجينها منهم، وده بقى عن طريق سحر خاص بالجنيات بيمكنهم من الدخول للذاكره بتاعتهم. وبالفعل بيفعلوا سحرهم ودخلوا لدماغهم وعرفوا ان مجموعه من المغامرين كانوا بيسرقوا كل المعدن اللي كان موجود في المنجم. وبعد ما هم خلصوا على 2 منهم بيكون فاضل بقيه المجموعه وهم عباره عن 5 افراد. بيقول لهم رين خلي بالكم كويس قوي، احنا هندخل لهم جوه وخليكم عارفين انهم عارفين اننا هنا. وده بقى ازاي؟ بيكمل كلامه وبيقول فاكرين النسر اللي كان بيتحرك بطريقه غريبه؟ ده كان بيراقبنا وشكلهم كده معاهم مروض وحوش.
في الوقت اللي كان بيستعد فيه رين لدخول المنجم، بيكون المغامرين اللي في المنجم اكتشفوا وجود رين، وانه بالفعل قدر انه يخلص على الاتنين اللي بعتهم. بيقول لهم الزعيم عشان مش عاوز حد يكشفنا، احنا هنخلص على الناس اللي بره دول دلوقتي حالا. وفي الوقت اللي بيدخل فيه رين المنجم، بيلاقي كرة نار ظهرت من العدم، وبدون تفكير بتتحرك رونا وسورا بيتصدوا للهجمة. الموضوع يخلص على كده؟ لا والله، بيجيبوا من تاني، لكن رونا وسورا بيفعلوا سحر غريب بيختم سحرهم، بيحاولوا من جديد والمرة دي بقى بالسهام. انت فكر يا صديقي ان ده هيفرق؟ لا والله، كندي وتانية في لمح البصر بيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه العظمه دي؟ وتعالى بقى معلم، ما فاضلش غيرك. بيقول له انت مين يلا؟ بيقول له رين. يعني هتغير حاجه لما اقول لك انا يا سيدي غانتس اللي بعتني؟ بيتغير نظراته، بيقول له الراجل الحقير ده اللي بعتك؟ يا ترى عملت ايه يا غانتس؟ في الوقت ده الواد بيتعصب وحالف يمين 3 انه هيقتل رين، لكن على مين يا ابني؟ ما بياخدش غير وانشط ببطنه بينيمه على الارض. في وقتها بيضحك وبيستدعي بيهموس، وحش من الرتبه بي، يعني اللي مش فاهم بتتقسم الوحوش حسب قوتها من الاقوى الى الاضعف، بمعنى وحش من التصنيف الاول ما يعادله هي الرتبه ايه، ولذلك بما انه من الرتبه بي فهو ما يعادل التصنيف الثاني في جدول التصنيفات ثاني اقوى مجموعه. وده بيكون من الغريب ان حد قدر يروضه، وده لانه بيملك عداوه طبيعيه تجاه البشر، ده غير ان ترويضه بيتطلب مهاره وسحر اضعاف المستوى الطبيعي. يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي دي؟ هنا بقى بيقول له ان الموضوع اسهل مما انت متخيل، لقيته وهو صغير وروضته عشان كده ما عندوش عداوه ليا. يلا يا بيهموس اقتل العيال دول. البتاع خرج عن السيطره وبيهاجم اي حاجه قدامه، واصبح رين في وضع لا يحسد عليه. واللي زاد البلطينه بان حجر وقع عليه واصابه في كتفه. شكلها النهايه ولا ايه؟ رين ما قدامهوش مفر. في الوقت ده بتلحقه كندى على اخر لحظه، بيقول لها بتعملي هنا ايه؟ بتقول له انها في الوقت اللي تاني بتراقب فيه المجرمين جيت عشان اساعدك. رين بيرفض انها تساعده في القضاء على البيهموس، وبيقول لها بدلا من ده امسك الراجل اللي بيتحكم بيه. في الوقت ده بيجي له صاحبنا ده وبيقول له ايه يا معلم، خلصت تخطيط؟ بس انا اسف، انت لازم تموت، مش هسيب حد عرب بسرقتي للمعدن حي يرزق. البيهموس بيهجم بقوه ساحقه، حرفيا بيمحي كل حاجه في طريقه. في الوقت ده بيكون رين قدر يحلل تحركاته وبيهجم عليه بقوته الكامله، لكن مفيش حاجه مأثره فيه، ما بيموتش ده ولا ايه؟ في الوقت ده بتكون كندي مسكت الراجل وبيطلب رين منه انه يوقف البيهموس، لكن كان رده الصاعق ولا على جثتي. بيهموس خلص عليهم. الموضوع خلاص بقى صعب، رين بين المنجم اللي هيقع عليهم وبين البيهموس اللي هيدمر كل حاجه. البيهموس بيهجم عليه ورين واقف قدامه ما بيتحركش. الواد اتجنن ولا ايه؟ فجاه البيهموس هو كمان اتجمد مكانه. مش معقول يا جماعه، رين قدر انه يسيطر على البيهموس ومحى سيطره الشخص التاني من عليه. فعلا من بعد اخر انت يا رين، الواد هيتجنن. ازاي عملت ده؟ انا افضل مروض وحوش، انا اللي سيطرت على البيهموس. البيهموس بيتاثر بكلامه وجن جنونه، ما عادش عارف يسمع كلام مين ولا مين، صاحبه اللي رباه ولا سيده اللي روضه. بيحاول رين يوقفه لكن مفيش فايده. فات الاوان، البيهموس خرج عن السيطره وخلاص هيقتله، لكن رين باقصى ما عنده خلص عليه. بيقول له بحسره ازاي ده حصل؟ بيقول له رين هو فعلا كان بيحاول يتحكم في كرهه للبشر، لكن عداوتك دي خلته يخرج عن السيطره ووصلته للجنون. انت السبب في كل اللي حصل، تستاهل اللي جرالك. ما كان من الاول عمال يقول لك وقف ووقف وانت على الله حكايتك مش راضي، البس بقى معلم. وبعد ما المهمه ما خلصت بيكون رين رايح لغانتس عشان يقول له اللي حصل، وان دول مجموعه من المغامرين اشتروا اسلحتك واكتشفوا غشك. رين يضرب ولا يبالي، وقرروا الانتقام ساعتها بسرقه المعدن بتاعك عشان ما تعرفش تعمل اي حاجه تاني. هنا بقى بيعاتب غانتس نفسه على افعاله وحس اخيرا على دمه بان اللي عمله من الاول غلط، لكن رين بيقول له يا ريت بقى ما تعملش ده تاني، ومن هنا ورايح اشتغل في السليم. سيبك بقى من ده كله، خلينا في المهم. عملت اللي قلت لك عليه؟ بيقول له خالص يا اسطى، بس انت سيبني شويه وقت وهعمل لك حاجه تليق بيك. في الوقت ده في مكان تاني بيكون ايريس بيدور لسه على اعضاء داعمين لفريقه، ولكن مش راضي باي شخص، سواء بقى كان بيملك المتطلبات اللازمه او لا. حرفيا ايا كان اللي بيدخل له بيقابله بالرفض، متعرفش هي ايه الحكايه ولا هو ايه السبب. وكانت جملته الشهيره في الوقت ده معلش انت مش مستوفي الشروط بتاعتنا، احنا عاوزين واحد يعرف يقاتل بنفسه ويدعمنا في الخطوط الاماميه، يا ريت بقى تورينا عرض كتافك وتتكل على الله. لكن بتكون مين عندها راي تاني، بتكون شايفه انه بيستوفي الشروط ومش كده وبس، لا كمان اكتر من اللازم. يا ترى ايه الحكايه؟ ولو انت مفكر ان جنونه وصل لكده وبس، احب اقول لك ما كانش ده الوحيد، بل المئات.
ولكن لانه كان بيقارنهم برين فطبيعي انهم يفشلوا. الواد حرفيا عمل له عقده نفسيه. بتستجمع مينا شجاعتها وقررت تقول لإيريوس على اللي بيعمله، ووقتها بقى بيقول لها ايه ده انت بتلمحي ان قراراتي غلط، ولكن بتجيب لورا لانها خافت انه يتعصب عليها. في الوقت ده بتمشي مينا وبتسيبه لوحده، ووقتها بقى بنعرف ان السبب ورا كل ده بانه بيخطط لقتل رين. ايوه، كل المورد اللي عامله ده طلع شكليات مش اكتر عشان يفضل في نفس المدينه مع رين، وبيقول قبل ما امشي من هنا لازم اعمل حاجه الاول وهو قتل رين، وده بقى هيكون عن طريق الاداه اللي في ايده دي اللي بتحمل هاله شيطانيه. في الجانب الاخر بيكون رين بيتمشى مع رونا وسورا وبيسالوه لو كان حصل على اي قدره منهم زي ما حصل مع كندي وتانيا، ولكن في الحقيقه ما بيكونش اي حاجه ظاهره في الوقت الحالي. بتقول له سورا ولا حتى السحر الاقوى، ودي تقنيه سريه اقوى بمراحل من السحر المتقدم ما بيقدرش يستخدمها غير الجنيات، ولكن برضه لا ما بيكونش ظاهر اي حاجه بتدل على حصول رين على القوه دي، وده بقى اللي بيخليهم زعلانين انهم ما بيقدموش اي فايده لرين. لكن رين بيكون شايف الوضع من زاويه تانية خالص، وانكم مش ضروري تقدموا لي فايده عشان تبقوا اصدقائي، دي فعلا الصداقه واللي المفروض يصير في الواقع الحقيقي. كلامه بيرجعهم لطبيعتهم من تاني، واثناء هم راجعين بيوقفهم شخص كده عليه القيمه، شكله كده ابن الناس، وبيسالهم عن اساميهم. ولكن الغريب ان الهلع باين على الناس في حضوره. بتجاوب سورا ورونا على سؤاله وبدون سابق انذار بيقول لهم انتوا عجبتوني ولازم تيجوا معايا. ايه بسيته هكلف نفسي عناء تملككم. ده ماله ابن المجنونه ده من الباب للطاق كده، ما تقول حاجه يا عم رين. بيقول له رين ايه يا ابو الصحاب مش مال عينك ولا ايه؟ وبعدين انت مين اصلا؟ بيقول له انا اسمي اودوجار ابن حاكم المدينه اللي انت فيها دي، ويا ريت بقى تسلم لي البنتين دول ولا انت عارف اللي هيحصل لك. يا رجاله مين ده اللي يقدر ياخدهم من رين ياض انت وهو؟ وطبعا رين بيرفض، والنتيجه لده بيخلي الجنود تهجم عليهم. شكل صاحبنا ده مش عارف اللي فيها خالص، وفعلا رين عملهم كوسه في بعض، بيتعصب عليهم وبيقول لهم راجل واحد مش عارفين تهزموه. ساعتها بيقولوا له بقى ان ده مش بني ادم طبيعي خالص، وهنا بتتبدل الادوار وبيطلب رين منه انه يفك من اللي في دماغه ده خالص ويتكل على الله. لكن اودوجار بيقول له شكلك كده ما تعرفنيش، انا لما بعوز حاجه باخدها ايا كانت. وبيهددوا ساعتها الخسيس ده باهل المدينه، اطفالا كانوا ام كبار ما بيفرقش. بيقول له رين انت اتجننت، دول شعبك، لكنه في الحقيقه ما بيعتبرهمش غير مجرد ادوات بيستخدمها زي ما هو عاوز. رين بيحاول يحلل الوضع البائس اللي بقى فيه، لانه بقى محتار بين انقاذ اهل المدينه او كشف حقيقه الجنيات، لانه حتى لو انقذ حد منهم التاني هيكون عرضه للخطر. ساعتها بتجيله فكره مجنونه، بيقول في نفسه انا لازم اجربها حالا. وفجاه عينك مكشوفه للنور، المكان اتغمر كله بسحر رين، تعويذات سحريه في كل مكان. ويلا بقى حلو منك ليه، اللي هيفكر يتحرك منكم هنطلع ميتينه. تفتكر ان ده هيحصل؟ لا والله، الواد ما استناش واشتغل فيهم ضرب ومش راحم فيهم حد. يا ابن اللعيبه. وطلعت في الاخير مهاره خاصه للجنيات بتخليك تستخدم طلقات متعدده من نفس التعويذه، وفي نفس الوقت بتكون سورا ورونا مش مصدقين اللي حصل. واخيرا بيقول له رين اتكل على الله وما اشوفش وشك هنا تاني، يلا انجلع. ساعتها ما باليد حيله وبيقول له ما تفكرش ان عملتك دي هتعدي على خير. في الوقت ده بقى بيتلم عليه افراد المدينه وبيشكروه على اللي عمله، وبتطلع لهم ست شكلها غريب كده وتقول لهم بدل ما انت كويس كده يا ابني اتكل على الله واهرب احسن لك من المدينه دي. رين في دهشه بيبصها باستغراب وبيعرف منها ان اودوجار اخطر بكتير مما هو متخيل، وده لانه بيروح لاي واحده بتعجبه وبياخدها معاه شاءت ام ابت، واللي بيساعده على ده انه ابن الحاكم الوحيد، فبيسيبه سداح مداح على الملأ يفتكوا في اعراض الناس. ده غير ان الحاكم بيستخدم سلطته لاسكات الضحايا، وبكده ما بيكونش فيه اي دليل يثبت فعلته الشنيعه دي. بيكون في الوقت ده بقى إيريوس بيراقب كل حاجه ومستمتع باللي بيحصل، وشكله كده مش ناوي يجيبها لبر. بيروح رين بعد كده لبيت المجموعه وبيقول لهم عن كل اللي حصل معاه. بتتعصب تانية وبتقرر انها تحرق القصر بالكامل يا بنت المجنونه، وده لانها بتكون خايفه انه يرجع من تاني عشان يأذي سواء كان رونا وسورا او رين واهل المدينه. خلاص ما قدامهمش غير حل واحد، انقاذ اهل المدينه من ذلك الحاكم الطاغي. في الجانب الاخر بقى بيكون هو كمان بيخطط لامساك رين. بيجي له الحارس بتاعه بيقول له على ايه الكلام يا معلم؟ قال له كله في التمام، اللي بيتكلم بخلص عليه. قال له فل قوي، خد دول بقى وهتاخد زيهم لما تمسك رين. قال له هتسمع احلى كلام يفرحك يا كبير. بيمسك جرس وبيستدعي حد وبيطلع من الانواع الاقوى. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد حرفيا مش راحم اي حد بيجي على سكته، بيمسكها وهتك فيها ضرب على اخره. والبنت لا حول ولا قوه بتستنجد باي مخلوق خلقه ربنا عشان يلحقها من اللي هي فيه، ولكن لا حياه لمن تنادي. والواد ده شكله مجنون على الاخر،
في الجانب الاخر بيكون رين رايح عند تنظيم الفرسان، وده طبعا عشان يقول لهم على اللي عمله ابن الحاكم اودوجار، ودول ببساطه مسؤولين عن امن البلاد زي الشرطه عندنا كده، ولكن الفرق بينهم بياخدوا الاوامر من الامبراطور نفسه، وبتملك السلطه على اعتقال الحاكم في حاله ثبت عليه ارتكاب الجرائم، لكن طبعا بتكون متواطئه مع ابن الحاكم لاخفاء افعاله الشنيعه، وهو في المقابل مروق عليهم ومظبطهم اخر تظبيط، يعني دوله فاسده لحد النخاع. وفي تلك الاثناء بيظهر شخص وبيكون بيراقبهم، والموضوع شكل فيه انه بيرجع رين بعد المحاوله الفاشله، وبيتضح بقى ان الشخص الغامض ده كان ماشي وراهم، واللي طلع في الاخير نائبه قائد الفرسان بشحمها ولحمها، واللي بالمناسبه اسمها ستيلا. طب نائبه القائد بنفسها موجوده هنا ليه؟ اتضح بقى انها من القله القليله اللي مش راضيه عن تصرفات الحاكم وابنه، وكانت مستنيه الفرصه عشان تفضح افعالهم، عشان في الوقت ده يظهر لها رين وبتشكره انه قدر ينهي خطر منظمه ايبيون فانجر بالكامل، في حين هي ما قدرتش تعمل الواجب اللي عليها في تخليص شعبها من ذلك الخطر، وبتطلب المساعده منه في التخلص من الفرسان الفاسدين، وعلى راسهم الحاكم وقائد الفرسان جيليت. لكن رين بيكون خايف الله يطلع كل ده في الاخر فخ هم عاملينه. وقتها بقى بتطمنه كنادي وبتقول له انها شخص كويس وتقدر تثق فيها، ومن هنا شرعوا في وضع الخطه، لان اي تحرك او اتهام بدون دليل هتعتبر ساعتها خيانه، واللي عقوبتها فيها صاحبي رقابي بتطير. وبالفعل توصل رين لخطه هيقدر من خلالها اسقاط تلك المنظومه الفاشله دفعه واحده. نصب لهم كمان عن طريق تسريب اشاعات كاذبه بوجود دليل يثبت ادانه الحاكم، وده بقى عشان يستدرجهم ويخلص عليهم واحد ورا التاني. بقى كل ده يطلع منك يا رين، وبالفعل بلعوا الطم، وده لان مش من مصلحتهم ان الحاكم اللي بيرواهم يتمسك، عشان دي هتكون نهايتهم معاه. بيدخلوا يشوفوا ايه الحكايه، هوب الباب بيتقفل، وساعتها بيعرفوا انه كمين واجري ياض انت وهو. بس خلاص بيكون الوقت فات، لان بيكون في الوقت ده سورا ورونا جمدوا الباب عشان محدش فيهم يعرف يهرب. في الجانب الاخر الواد نازل فيهم ضرب ومش عاتق حد فيهم خالص، بيخلص عليهم واحد ورا التاني، وده عن طريق القفاز اللي صنعوه له غانتز اللي بيقدر من خلاله اطلاق السهام. واخيرا ما بيبقاش فاضل غير قائد الفرسان جيليت، رين بيطلق عليه، وهنا كانت الصدمه، بيقدر يتصداها بسهوله جدا واكنها ولا حاجه. واول ما عينه وقعت على ستيلا ورين فهم كل حاجه. بتقول له ستيلا استسلم احسن لك، لان في الوقت اللي احنا فيه هنا بقيه الفرسان وحلفائي سيطروا على مكتب فرع تنظيم الفرسان بالكامل، ومعانا دليل يثبات ادانتك. ولكن ابن المجنونه ده مش همه غير انه لقى رين، قال مفكر انه لما يمسكه ويخلص عليه كده اموره في السليم، غلبان شكله ده. ووقتها بتقرر ستيلا انها تواجهه بنفسها، وبيبدا القتال، واللي باين من الوهله الاولى انه مسيطر، وده بحكم الفرق بين الخبرات. بيستعمل معاها خدعه رخيصه وبيرزعها للقميه بتلحسها التراب. بيحاول رين انه يساعدها لكن ستيلا بتمنعه، وحانت اللحظه الاخيره لحسم القتال. بيوجهوا البعض الهجمه الاخيره وبيطلع المنتصر اخيرا هي ستيلا. واخيرا يا جدع قرفتونا يا اخي. ونروح بقى لاودوجار في القصر اللي لسه زي ما هو نازل ضرب في البنت ومش رحمه، وبيطلع كل غزو فيها وبيتعصب عليها وبيقول لها بقى حته واد معفن زي ده يعمل فيا كل ده، كلكم مالكمش لازمه. والبنت يا حبه عيني بتتاسف له وهي ما عندهاش اي ذنب. في الوقت ده بيظهر إيريوس، الموضوع شكله هيولع، وبيقول له لو انت مفكر انك هتقدر تهزمه فانت غلطان. بيقول لك اسال مجرب ولا تسال دكتور. وقتها بيقول له انت مين؟ بيقول له واحد زيك بيكره رين، وده يا حبيبي لو متعرفوش فهو مروض وحوش، راود الانواع الاقوى منها، هيدمرك وهيسلب منك كل حاجه، مرتبتك شرفك مالك كل حاجه حرفيا. دي طبيعته كراجل خسيس، واكنه بيوصف نفسه بالظبط. ووقتها بقى بيديله خاتم اللي هيشقلب حال الدنيا كلها، اداه سحريه بتجيب الموت لهدفها، بتتغذى على المشاعر السلبيه، يعني كل ما تتعصب هيكون تأثيرها الرجعي أكبر، وهكذا. كلام غامض ومش مفهوم، يعني بتعمل إيه، بتشتغل إزاي، الله أعلم. هنعرف كل ده في المستقبل، بس اللي نعرفه إن الموضوع مش هيعدي على خير. وبكده بتبدأ المغامرة الجديدة رين ضد الحاكم وابنه أودوجار. ويا ترى إيه هي العقبات اللي هتواجه رين في رحلته للقضاء على ذلك الفساد، وما حقيقة الخاتم اللي بتنبعث منه تلك الهالة الشيطانية، وهل إيريوس له علاقة بعالم الشياطين؟ بتوصل ستيلا وبقيه الفرسان لقصر الحاكم، لكن الحراس بيمنعوهم وبيقولوا لهم هي امارات، مش عارفين ان ده قصر الحاكم ولا ايه، انتوا جايين في الوقت المتاخر ده وكمان مسلحين.
امال القائد الفرسان جليد فين؟ ما اعطاناش خبر يعني انكم هتشرفونا هنا. بتقول له ستيلا وسع كده والا هخليك تلحقوا على قبره ان شاء الله. لا والله وانت فاكره ان هنسيبك تمرحي كده في منطقتنا ولا ايه؟ ويلا يا معلم انقلاب شامل، لا احنا لا انتوا، ما هي ليله سودة على الكل. في الوقت ده بيكون رين وسورا ورونا في طريقهم لانقاذ الرهان، وده طبعا عشان اودوجار ما يستخدمهمش ضدهم. بتستخدم سورا سحرها عشان تعرف مكانهم، لكن بتتفاجئ بوجود طاقه سحريه رهيبه غير طبيعيه موجوده تحتهم. اوبا، والغريب بقى انها مش لبشري بل لنوع اقوى زيهم. رين بيقول ايه اللي بيعملوا نوع اقوى هنا يا ترى؟ هو من الرهائن ولا ده في صف الحاكم وابنه؟ بس هنا بقى مفيش غير حل واحد، وبيقول له سورا ورونا انهم يروحوا ينقذوا المختطفين عن طريق سحر الانتقال الاني، وانا هروح اشوف ايه حكايه القوه السحريه دي، عشان باي حال من الاحوال احنا مش هينفع نسيب القوه دي مجهوله في الوضع ده. وبالفعل بيوصل رين للمكان المحدد، بيفتح الباب بيلاقي زنزانه وفيها نفس البنت اللي كان اودوجار بيضربها كل شويه. وتعالى بقى يا حبيب اخوك اقول لك ايه حكايه البنت دي حبيب اخوك من شعب اروح الثعالب، ويقال انها من اقوى الانواع في الانواع الاقوى. انت معايا ولا توتي مني؟ بتعيش في قريه صغيره مسالمه بين شعب تلك القريه اللي بيحبها حبا جما، لغايه بقى ما جه بالظبط كده ابن الهرمه ده في كل حاجه تحصل. ما تعرفش ايه اللي جه في دماغه وخلاه يروح هناك، لكنه بيتفاجئ بوجود نوع اقوى في القريه دي، وبيقرر ساعتها انه يمسكها عشان ياخدها معاه، لكن كرد فعل منها بيتكون حاجز عليها، فبيضطر يستخدم معها الاسلوب العقيم بتاع كل مره ده. بيهددها باحب الناس ليها، وهي طبعا ما عندهاش غير انها تنصاع وتخضع ليه، وكمان بيديها تقع بعيد عشان يتحكم بيها زي ما هو عاوز. وده بيشرح ازاي هي وصلت للحال ده رغم قوتها الجباره دي. يا جدعان الواد ده حرفيا مجنون رسمي. خلينا بقى نرجع تاني لمجريات الاحداث بتاعتنا. بيروح رين بسرعه يحررها وبيعالج اصابتها، والبنت بتكون مرعوبه منه من كتر الاذى اللي شافته، بقت مفكره ان كل اللي بيحاول يأذيها معاناه بدون رحمه. رين بيطمنها وبيسألها عن اسمها، بتقول له أنا نينا، والبنت ما صدقت أخيرا حد يحن عليها ويخلصها من كل الأذى اللي كانت فيه، وبتترمي في حضنه غرقانة في دموعها. وفجأة بتبعد عنه بطريقة غريبة وبتقول له إن عليها تعويذة قوية جدا بتأذي أي حد بيحاول إزالتها، لكن طبعا كلنا عارفين رين هيعمل إيه. وبالفعل رين بيحاول إزالتها، ولكن بيحصل حاجة محدش كان يتوقعها، بتنبعث طاقة مهولة من الطوق، والواد بيصيح من كتر الألم ممانعة كرد فعل معاكس لمحاولة رين لفك طوق العبودية. الموضوع قلب بجد ولا ايه؟ البتاع خرج عن السيطره، لكن رين بيقاوم وبيستجمح كل طاقته ومحى التعويذه عن بقره عبيها، ويقول لنينا انت اخيرا بقيتي حره. ما بيكملش الجمله وبيكون انهار نتيجه استخدامه المفرط في السحر. في الوقت ده بقى بتكون الحرب قايمه على شدها، ولكن المضحك في الموضوع انها بالنسبه لتانيا وكندي لعب عيال، وطبعا ما شابه سيده فما ظلم. الجنود بيخططوا لاستخدام الرهائن كدرع ضدهم، ولكن بيجيله رد فوري من سورا ورونا في تعويذه مشتركه خلصوا عليه بيها. يا ولاد اللعيبه كله بالتخطيط يا معلم. وبتقول لهم سورا كله في التمام والرهائن في امان، والعيال ما صدقوا وانطلقوا بدون تحفظ وهات خبط فوق وتحت. وفي الوقت ده عمنا اودوجار بيجي له ابوه بيقول له ايه اللي بيحصل ده؟ انت مش قلت هتتصرف في الموضوع ده؟ بيقول له اهرب انت وانا هتخلص من دليل جرمنا. خلاص قشطه، انا هتكل على الله بقى وانت تتصرف انت في الباقي. ايه يا حاج؟ وطب ابنك طيب؟ صحيح، ما هو ابنك مش هيجيبه من بره يعني، حتى الاب خسيس ده. ايه العيله دي يا جدع؟ في الوقت ده بيقابل رين بقيه المجموعه على جيت مين بقى؟ الحاكم. سبحان من جمع الحبايب في حته واحده. بتقول له ستيلا استسلم وسلم نفسك مالكش مهرب. بيقولها انت بتقولي ايه؟ انا حاكم الافق. رين بيقول له تعالى بس هقول لك، انت شكلك كده راجل مطرطش زي ابنك بالظبط. وفي الوقت ده بيجي اودوجار وبيستخدم التعويذه عليه، تعويذه حاصد الارواح، تعويذه قاتله بشكل فوري. بيتحاول كندي تلحقه لكنه كان اسرع منها ونجح في فعلته، وطهر رين في سره امام انظار ايريس اللي كان بيراقب كل حاجه، وبيقول اخيرا تخلصت منك يا رين، اخيرا هعرف انام هانئ البال. لكن يابا انت بتتكلم عن مين؟ الواد بيطلع سليم بدون ادنى ضرر. الكل مستغرب، حتى هو نفسه مستغرب، وبيقول ايه ده؟ انا كنت بهلوس ولا ايه؟ الكل بيتلم عليه وميتين من الخوف ومستغربين ايه ازاي نجم التعويذه دي. لكن سورا بتكون شاكه في حاجه وبترمي عليه تعويذه سامه هي كمان، يا بنت المجنونه. لكنه برضه بيطلع سليم زي الفل، وبتقول لهم انا فهمت دلوقتي السبب. كان من الغريب حصول رين على قدره واحده بس من تشكيل عقد معانا احنا الاثنين، ولذلك كنت شاك انه حصل على قدره ثانيه وهي قدره ابطال تاثير الحاله. تقدر تقول كده انه اصبح منيع ضد التعويذات، وده يفسر سبب عدم حدوث اي حاجه، والموضوع عدى بسلام. لكن تفتكروا ان الموضوع خلص على كده؟ لا والله، انتوا نسيتوا ان الخاتم ده بيتغذى على المشاعر السلبيه اللي كانت قويه كفايه انها ترجع ملك الشياطين للحياه من جديد. بيحاول رين انه يخلص عليه قبل اكتمال الانبعاث، لكن فات الاوان واتولد ملك الشياطين من جديد بيستحوذوا على جسد اودوجار، كان قادر انه يرجع بشكل كامل للحياه. رين وقع في الياس، وليه لا؟
وهو شايف سبب موت عيلته قدامه راجع للحياة من جديد. لقد عاد ملك الشياطين من جديد ليهلك البلاد وينشر الفساد. وفي لحظة ارتعاب الكل ملك الشياطين بيقول لهم انتوا اللي رجعتوني للحياة، وكمكافأة ليكم أقتلكم بأبشع الطرق. يا له من طغيان، باتت الحكاية على أعتابها. يا ترى هتعمل ايه يا رين؟ في الوقت ده ملك الشياطين بيمشي وبيقرر انه هيخلص على سكان المدينه الاول. بيرجع رين لوعيه من تاني وبيخلي ستيلا تعمل اخلاء لسكان المدينه في اسرع وقت. وفي الوقت ده كان ملك الشياطين بيعوز فسادا في ارجاء المدينه. بتهجم عليه كندي وتانية، ورين ما كدبش خبر وقيده، ولكن لا حياه لمن تنادي. ده ملك الشياطين يابا، الموضوع مش بالسهوله دي. وبيتضح ان كل ده كان الهام مش اكتر، عشان في الوقت ده بتكون تحضيرات رونا وسورا اكتملت وبيهجموا عليه بهجوم واسع المدى، ولكن ده جامد بشكل ما فيش حاجه مأثره فيه. وقتها بيغضب وبيستدعي اتباعه، والموضوع بيتفاقم اكتر وشكله مش هيعدي على خير. والشيطان بيستغل لحظه انشغالهم وبيهجم على كندي وبتصاب اصابه بالغه. وفي الوقت اللي بيعالجوا فيه كندي تانية لوحدها بتتصدى ليه، ولكن لحد امتى؟ ما فيش ثواني ولا تانية هي كمان على الارض بيتساقطوا واحدا تلو الاخر، ولكن ربك ستر وعدت على خير. ولكن الاخر ما زال بيحطم كل حاجه في طريقه، بيحاول رين يهجم عليه ولكن دي بالنسبه له ولا حاجه. في الوقت ده كلهم في وقت واحد بينفذوا هجوم متزامن، رونا وسورا بيثبتوه بسحرهم، ورين بيفعل سحر التعزيز على كندي وتانية، وانطلقوا الثنائي باقوى هجوم وسلسله ضربات متتابعه تكاد تكون هشمت عظامه. كندي تقف على كده؟ لا والله، باقصى ما عندها وجهته ضربه من قوتها بترزعه على الارض. ولكن المثير للدهشه ان بعد كل ده ما زال حي، ومش كده وبس، بحركه اصبع امتلأت السماء بشياطين في كل مكان، قوته تكاد لا تصدق، انه الجحيم بعينه، لا هجمت ولا تعوذات قادره تصيبه، فاين يكمن الحل يا ترى؟ وفي منتصف الجحيم ده بتطلع رونا وبتقول له لو كنت قلقان على المدنيين فانا وسورا هننقذهم بسحر الانتقال الاني. وفي الوقت ده هشموا وجه ذلك الشيطان. وفي الوقت ده بيكون مجموعه المخنثين جالهم علم ان المدينه تحت هجوم الشياطين، ولكن لا حياه لمن تنادي، لم يحركوا ساكنه. بتقول له مينا مش ده واجبنا احنا، مش احنا اللي المفروض ننقذهم من الشياطين؟ بيقول لها بكل بجاحه انا هدفي هو ملك الشياطين وبس، حد فيكم عنده اعتراض؟ كلهم اصبحوا مطقطقين الرؤوس. ولكن الوضع مختلف مع إريسو، وبيقول في سره الضربة المزدوجة لتعويذة الموت الفوري والشيطان المختوم، ولا حتى رين قادر على الهروب منها. استنى لحظة، يعني الشيطان ده ما طلعش ملك الشياطين؟ يا حلاوة. في الوقت ده بيكون ستيلا وبقيه الفرسان متكحرتين اخر كحرطه، عشان في الوقت ده بتوصل رونا وسورا وبتقول لهم على الخطه. وبالفعل بداوا يجمعوا الناس في حته واحده، ولكن اول ما بيكتشفوا انهم جنيات بينتشر الهلع بينهم. الناس مترددين وخايفين، وده بيرجع للماضي المأساوي بين البشر والجنيات على مر العصور. ولكن بيكون في بعض من الناس اللي انقذوهم وقت اعتداء ودجار عليهم هم من اشعلوا فتيل المبادره، وبداوا بالتوافد واحدا تلو الاخر. وفي الوقت ده بيكون بقيه المغامرين جم بطلب من النقابه لمساعده رين، لا وكمان كان بيدعموا مغناطيس بالاسلحه. وبالفعل الاوضاع بدات في التحسن، ولكن في وسط الفوضى دي بتكون نينا حاسه بالمسؤوليه بفرض انها نوع اقوى وما بتعملش اي حاجه، بل بالعكس هي عائق قدامهم. وبيجي الدور عليها عشان رونا تنقلها، ولكن بتكون اختفت. وفي الوقت ده بيكون رين بيحاول يقرب من الشيطان، وده لا هدف في دماغه، ولكن نظرا للوضع ده من سابع المستحيلات، ولا سحر تاني نافع ولا الانتقال الآني نافع، فما هو الحل؟ وفي الوقت ده بتظهر نينا. هي الحكايه ناقصاك انت كمان يا شيخ، روح يستخبي في حته. ولكن اللي محدش فينا يعرفه ان يكمن الحل في قدره نينا. ايوه هي نينا، لانها وبكل بساطه عندها قدره واللي محدش في الانواع الاقوى بيمتلكها، الا وهي الانتقال الآني الفوري. طب ودي بتفرق عن سحر الجنيات في ايه؟ هتعرف دلوقتي. وبالفعل بياخدها رين وانطلق في محاوله الاقتراب من ذلك الشيطان. بيحاول الشيطان يوقفه ولكن بدون جدوى، الواد عمال يتنطط بين البيوت ولا اجدعها سبايدر مان. لكن المره دي الوضع اختلف، وبيهجم عليه بهجوم واسع المدى، ما تعديش ثواني ونلاقي رين قدامه وجها لوجه. هي دي قدره الانتقال الآني الفوري واللي تاثيرها مقارب للطيران، لكن ده برضه مش كفيل لهزيمه الشيطان. الواد بيفعل التعزيز على نفسه، وبالانتقال الآني امسك بالشيطان وبيفعل عليه تعويذه غامضه، لكن الشيطان بيقاوم وقلبها عليه. القوه بتهشم في رين من الداخل، الواد بيصيح من شده الالم. في اللحظه دي بيفتكر اصدقائه وان مفيش مجال للفشل. الواد بيتخطى حدوده وتفجرت قوته من كل مكان، وقلب الوضع 180 درجه. وما اكتفش بكده بل سيطر على كل الشياطين. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد فاق كل التصورات، لقد اشتعلنا من شده الحماس.
والآن انقلب السحر على الساحر وأصبح الصياد هو الفريسة. بيأمر أتباعه إنهم يهجموا على رين، لكن رين بيقول له أنت بتعمل إيه يابا؟ أنا سرقتهم منك خلاص ودلوقتي هتموت بفعل قوتك. الشيطان بيصيح وبيقول له مستحيل مجرد بشري يعمل فيا كده. بيهجم على رين اللي بيفعل سحر التزعزع على كل الوحوش، والوحوش انهالت عليهم مزقوه إربا. واخيرا انتهت الكارثه، ولكن بتكون نينا جابت اخرها وخلاص، وقبل ما ينزلوا على الارض بتلحقهم تانية، وها هي قد اشرقت شمس يوم جديد. بعد ما الاوضاع ما هدأت بنعرف ان رين عمل عقد مع نينا عشان بعدها يروح النقابه، وبيتفاجئ بوجود ستيلا هناك اللي اصبحت هي قائده الفرسان الجديده، وده كان المتوقع، وبتشكره على اللي عمله. لكن ما كانش دي كل حاجه، وبتقول للموظفه ان تم ترقيته الى رتبتين اعلى، ودي حاله استثنائيه، وده نظرا للانجازات اللي عملها بهزيمه احد قاده ملك الشياطين والامساك بالحاكم بالجرم المشهود، وكمان تعويضه بمكافاه ماليه ضخمه. تقدر تقول كده ان كل ده حصاد تعبه. واخيرا قرر رين انه هيشتري بيت بالمكافاه دي، وده عشان تكون قاعده لفريقه اللي بيكبر يوم عن يوم. المهم عرضت عليه الموظفه مجموعه بيوت، ولكن ما كانش فيهم حاجه تنفع، حاجات كلها تعبانه. وبعد عناء وصلوا البيت من شكله انه بيتناسب مع اللي محتاجينه، ولكن لا تاتي المصائب فرادى. اكتشفوا ان البيت مسكون من احد الاشباح اللي بيهاجم اي حد بيحاول يشتري البيت، ولا حد عارف جه منين ولا شكله ازاي. واللي كندي اول ما بتسمع سيره الاشباح البنت بتطير على ظهر رين وطلع عندها فوبيا من الاشباح. يا حلاوه وده اللي كان ناقصنا، ده احنا محتاسين خلقه. وقتها بيقرر رين ما هيستكشف المكان، وبالفعل بيدخلوا، واللي اول حاجه كده بالصلاه على النبي الشبابيك بتطير والكراسي بتخبط وحاجه كده اخر رعب. واخيرا بيظهر حاجه وبيطلع شبح. استنى ايه ده ايه الشبح الكيوت ده؟ ما علينا. بتحاول سورا ورونا انهم يطهروها، ولكن بتقدر تهرب منهم عن طريق البعد النجمي، ولكنها بكل يأس بتحاول تخوفهم مش اكتر. وقتها بقى بتعرف ثانيه ان ما عندهاش اي وسيله هجوم تانية. ده انت طلعتي لقطه بشكل. ووقتها بقى بتعرف هي كمان ان كندي بتخاف من الاشباح، وهاتك يا تخويف. والبنت بقى زي المسعوره لغايه ما بتزنها في الحيط. بس انت لعبتي مع الشخص الغلط يا حلوه. البنت بتتحول لكائن ما حدش فينا يعرفه، والغريب انها قدرت تصلها، وفي نفس الوقت سورا ورونا بيفعلوا حاجز عشان ما تعرفش تهرب. والتانية بتمسك كندي من قفاها وبتوقفها، وحاجه كده اخر لخبطه، ما تعرفش مين مع مين ولا مين ضد مين. بس خلينا معاهم للاخر يمكن نطلع بفايده. بتحاول بمحاولات بائسه انها تهجم على رين، لكن رين بكلمه واحده بس بيثبتها في مكانها. البنت بتقول له ايه اللي بيجرى ده؟ انت عملت ايه؟ بيقول لها ما ده عشان انا مروض وحوش. طب ايه العلاقه يعني؟ بيقول لها انه زمان شاف احد جيرانه بيروض الاشباح. طيب ما فهمتش ايه فسر قدرتك انك تتحكم في الاشباح يعني. البنت لسه بتقاوم، اما رزعها على الارض. والمضحك في الموضوع ان بعد ده جاي يتعرف عليها، والبنت ما كانش في ايديها غير انها تضحك من تصرفه ده. وبتقول لهم ان اسمها تينا هولي، كانت موجوده من 30 سنه فاتت في مدينه تانية، ولكن سيدها قتلها ولسبب مجهول. صحت لقت نفسها موجوده هنا. رين بيعرض عليها البقاء معاهم، ولسه جايه تقول اصل وفصل، لا التانية بتقول لها بقول لك ايه، اسمعي الكلام وخلصينا بقى. ومن هنا ولحد هنا الدنيا تمام، لحد بقى يا صاحبي ما جه البطل وبيقول لاحد التجار يا ريت بقى تجهز لي شويه طلبات تكفينا اسبوع، وده بالمناسبه هيكون مجاني، اصل انا البطل بعد كل حاجه. قام رد التاجر عليه وقال له وانا ما عنديش بضاعه للبطل، ورب انك اسطوره. البطل بيتعصب عليه وبيقول له انت فاهم اللي بتقوله ايه؟ انا البطل. التاجر انفجر فيه وبيقول له اي بطل ده؟ البطل اللي ما عملش حاجه في وقت ما هجمت الشياطين، ولا اقول لك ما تتعبش نفسك يا سمو البطل، ما فيش تاجر هنا هيديك اي حاجه. وبدات الاعتراضات، الكل نازل سف في البطل وفريقه. البطل اللي هرب لما عرف بوجود الشياطين ده مروض الوحوش، ده يستحق يكون بطل اكتر منه. وهنا الكلام كان مثل النار على الجرح. اشتعل إيريوس غضبا ودمر محل التاجر الغلبان، واستحلف لا يقتلنك يا رين. في الوقت ده بيكون رين والكل متجمعين بياكلوا، ووقتها بتقول نينا انها بقت سعيده لانها ما عادتش وحيده. بس الكلام ده بيلمس رين من جواه وبيرجعه لماضيه المؤلم، وبيقول لولا اني قابلتهم كنت فضلت في الظلمات طول عمري، بسببهم ملأوا الفراغ اللي في قلبي. وهنا بيشوف ابوه وامه والدموع منهاره من عينيه. اخيرا لقى اللي يعوضه بالحب اللي فقده من صغره، اخيرا بقى ليه بيت يرجع له. ودي كانت حكايه مروض الوحوش اللي اتطرد من فريقه عشان يقابل فتاه تغير مجرى حياته. ولحد هنا بتخلص حكايتنا، وبتمنى انها تكون عجبتكم زي ما عجبتني. القصه دي اللي لمست فينا مشاعر الود والمحبه. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعايه الله.